يا مساء الخيال والإثارة، أهلا بيك في مجرة الأنمي، المكان اللي فيه كل حاجة ممكنة. يلا بينا نبدأ سرد أحداث الحكاية. ده حكايتنا في قارة شوانتيان، وتحديدا في طائفة نجمة الروح. وهناك بنشوف بطلنا ايفينج بيفتح عينيه وبيبقى مستغرب ومش فاهم اي حاجة ولا هو فين دلوقتي، ولكنه فجأة بيحس بصداع شديد قوي. وعلى الرغم من ان اخر حاجة فاكرها هي انه كان قاعد على الكمبيوتر وبيلعب كالعادة، الا ان ذكريات جسمه الحالي بتبدأ تظهر له مرة واحدة، وساعتها بيقدر يفهم انه انتقل لعالم تاني، انه دلوقتي يبقى في قارة شوانتيان. والقارة دي بقى تعتبر من افضل اماكن تعلم الفنون القتالية، وعشان كده فكل الناس بتتمنى تنضم لاي طائفة هناك مهما كانت قديمة او حديثة. وبيكون اليوم هو اول يوم للاختبارات الاولى لطائفة نجمة الروح لضم الطلاب الجدد، ولكن بطلنا بيبقى عارف انه لسه ما عندوش اي قوة، وبيكون واخد ثقة كبيرة من قصص المانوا اللي بيقراها انه هيحصل على نظام كمان سنتين ولا حاجة، وساعتها بس هيبقى يجرب ينضم للطوائف دي. ولكنه فجأة بيسمع اصوات غريبة وبتبدأ اضواء تظهر في المكان، والاضواء دي بتكون للسيدة لوشين شوي، واللي تبقى زعيمة طائفة نجمة الروح، وبتبدأ تتكلم ساعتها وبتقول لهم انها جات النهاردة عشان تضم اي حد لطائفتها من غير تفرقة، يعني سواء كنت ضعيف او قوي هتنضم عادي. طبعا هنا الكل بيبقى فرحان ومش مصدق الكلام ده، وخصوصا بطلنا المنحرف واللي بيقول يا شنشوية بنت الايه، ما هو شايفها احلى حتى من الممثلات اللي كان بيشوفهم في التلفزيون. ولكن وللاسف ولان مفيش اي حاجة مجانية، فالزعيمة بتقول لهم ان اللي عايز يخش الطائفة لازم يدفع 10,000 حجر روحي منخفض المستوى. وطبعا كلامها ده خلى العيال هيموتوا من الخضة، فبيبدأ واحد منهم يزعق ويقول انه حجر واحد بس من دول من اقل رتبة كافي انه يأكل عيلته كلها لمدة شهر. وكمان الباقيين بيوضحوا ان لو معاهم كل الفلوس دي ما كانوش هينضموا ساعتها لأي طائفة اصلا. وبطلنا طبعا ما يعرفش لسه عملة العالم ده، ولكنه بيقول ان اللي بيحصل ده بالظبط زي ما حد يقول له هشغلك بس ادفع لي 10,000 جنيه الأول. ولكنه فجأة بيسمع صوت بيرحب بيه وبيقول ان نظام التبذير اتفعل بنجاح. فبطلنا بيستغرب وما بيبقاش فاهم اي حاجة، ما هو في القصص كلها اللي كان بيقراها كان النظام بيظهر بعد سنتين ولا حاجة، وبعدها النظام بيقطع افكاره بيقول له ان النظام ده هيخليه يبقى اقوى كل ما يصرف فلوس اكتر، يعني اصرف يا اسطى انت واحنا هنظبط كل حاجة تانية. ولما بطلنا بيبص على احصائياته بيلاقيها كلها عادية، وكمان بيلاقي نفسه لسه من رتبة ثانية حتى مش متدرب فنون قتالية. وعلى طول بيبدأ النظام يفهمه انه يحصل على عدد غير محدود من احجار الروح من اي رتبة يحبها، وده مع العلم ان العملة الدارجة في العالم ده تبقى بلورات الروح. وطبعا ولان ما ينفعش تبقى كل حاجة بسهولة كده، فالنظام بيقول له انه على الرغم من انه لو صرف فلوس قليلة مش هيبقى اقوى، الا انه لو صرف كتير قوي فساعتها هيتخصم منه نقط، وعشان كده فلازم يقدر يحدد الكمية المناسبة اللي تخليه يعتبر مبذر بس بشياكة. ده غير كمان انه يقدر يجمع نقط عن طريق اتمام مهمات جانبية، ولكن لو صرف في المهمات دي فلوس اكتر من المناسبة هيتخصم منه نقط ساعتها برضه، وشكله كده هيحتاج يشتري ميزان للفلوس. وطبعا النقط اللي هيجمعها دي واللي اسمها نقط التبذير هيقدر يستخدمها بعد كده في رفع رتبة الفنون القتالية بتاعته ويكتسب مهارات قوية، او حتى كمان يقدر يشتري ادوات خاصة لو عايز. وهنا بقى بدأ بطلنا يفهم انه على الرغم من غناه الفاحش الا انه دلوقتي لازم يفكر زي رجال الاعمال. وعلى طول بعدها بتطلع له رسالة بتقول انه لازم ينضم لطائفة نجمة الروح، ولو نجح في المهمة دي هياخد 100 نقطة تبذير، ولو فشل هيتخصم منه زيهم بالظبط. وفي نفس الوقت ده كان في واحد بيكلم البت شنشوي باحترام وبيقول لها انه عارف انها عملت كده بس عشان ما تخليش حد ينضم لطائفتها، وده لانهم عارفين كويس ان الناس هنا غلابة ومش لاقيين ياكلوا. بترد عليه شنشوي بكل بجاحة وبتقول له انها كانت قصدها كده فعلا ولكنها مش غلطتها، وعشان كده فابوها مش هيقدر يعاقبها. وبيتضح لنا بعدها ان ابوها يبقى زعيم طائفة النجم القطبي لو ومينج، وانه
هو اللي كان اجبرها تفتح طايفة في قارة شوانتيان عشان تصفي عقلها شوية. ما هو يعرفش انها مش بنته الحقيقية، وانها كانت كاهنة من طائفة الضريح الابدي، ودي كانت واحدة من طوائف الطبقة العليا. ولكن في يوم اتغدر بشينشوي وماتت وصحيت في جسم بنت الراجل ده، وعشان كده بتكون عايزة تقفل الطائفة وتقعد تتأمل بدون توقف، لان ده هيخليها تقدر ترفع مستواها في الفنون القتالية بسرعة وتطلع العالم بتاعها من تاني. وساعتها بس هتقدر تقول للمعلم بتاعها على الطوائف اللي اغتالوها، وهتنتقم منهم كلهم بمساعدة الطائفة بتاعتها. ولحد هنا انا عارف ان انت كمتفرج دماغك نملت من المعلومات، بس استحمل اخر حتة عشان احنا هنا بنبني اساس القصة وبعدين هنصارع الوتيرة. فبالنسبة للجديد على عالم الموريم واللي يبقى الاسم بتاع اي عالم للفنون القتالية، فالعالم ده فيه طبقة عليا وطبقة دنيا. الطبقة الدنيا بنقول عليها عالم البشر، والطبقة العليا بنقول عليها عالم الخلود. وحرفيا فالعالمين دول بينهم حاجز قوي جدا، وما حدش يقدر يعدي للطبقة العليا غير ما يوصل لأقوى رتبة قتالية في الطبقة الدنيا. نرجع بقى لقصتنا وبنشوف بطلنا هناك بينادي على المعلمة وبيقول لها انه مستعد يدفع 100,000 حجر روحي من اقل رتبة مش 10,000 بس. فبتستغرب شينشوي وبتقول له ازاي هتعمل كده، وكمان الراجل اللي معاها بيقول له انت متأكد يا ابني انك معاك المبلغ ده كله؟ وعلى الرغم من ان بطلنا كان لسه شايف من شوية ان اللي يعمل كده يبقى عبيط، الا انه دلوقتي غير رأيه وقرر يكون هو العبيط ده. وساعتها بيطلع خاتم تخزين فراغي من معاه وبيديه للزعيمة، واللي ما بتبقاش قادرة تصدق انه فعلا قدر يدفع المبلغ ده، ولكنها بتبقى مستغربة اكتر من العبيط اللي وافق يدفع كل ده عشان ينضم ليهم. ومع كده بتقدر تتمالك اعصابها بسرعة وبتقوله انه ممكن ما يبقاش فيه اي مكان ينام فيه في الطايفة حتى، ولكن بطلنا بيقول لها حلك عندي، وانه هيدفع هو فلوس لناس يبنوا هم البيوت اللي هيحتاجوها. بس البت بتحاول تطفشه برضه، بتقوله انهم مش هيقدروا يدوله اي حاجة في المقابل لان طائفتهم افقر من الفقر نفسه. ولكنه بيقول لها ما تقلقيش يا معلمة، انا هتكفل بكل المصاريف وكل حاجة، ما هي فلوس امه بقى يا صاحبي ومش خسران اي حاجة. ولكن كلامه ده بيعصب له قوي، وده لانها مش مصدقة ان عيل فقير زيه بيقول له واحدة في قوتها انه هيشتري لها هو الحاجات اللي محتاجاها. ولكنها بتهدي نفسها وبتقول له انها مش هتبقى فاضية تعلمه اي حاجة لو انضم لها كمان. فبيقول لها يعليش هالكلام، وبيقعد يفكر كده شوية مع حاله، وساعتها بتقول في نفسها انه طالما متردد تبقى نجحت تطفشه. ولكن بطلنا بيقطع افكارها وبيقول لها انا مش عايز اي حاجة منك ما تخافيش. وطبعا لورو كبها ثابت ووقعت على الارض من كتر العصبية من الواد السمك ده، واللي بيبقى عمال يحاول يطمن عليها حتى وهي مش طايقة تبص في وشه. ولما بتجيب اخرها بتقوم تمسك سيف وبتقول اليوم سأفلقنك فلق البعير ولأرمينك للعصافير. ولسه هوبا بتنط ناحيته، قام المساعد بتاعها ماسكها عشان يحوشها عنه. وطبعا بطلنا كان واقف وبيقول في نفسه انا عملت ايه. وبعدها اخيرا شينشوي بتهدى وبتقوله انه خلاص بقى عضو في طائفتها. وهنا بتطلع على بطلنا رسالتين وبياخد اجمالي 200 نقطة تبذير، 100 منهم عشان نجح في المهمة، وال100 التانية عشان ال100,000 حجر روحي كانوا كمية احجار مناسبة في الموقف ده. ولكن وللأسف مفيش مهمات جانبية تانية متاحة دلوقتي. وعشان كده بيطلع يجري ناحية الزعيمة وبيسألها لو كده يبقى تلميذ مباشر ليها بما انه اول واحد ينضم للطائفة. وعلى الرغم من انها مش عايزة تدربه الا انها وعدت ابوها انها هتهتم بتلاميذها، ولو وصل له خبر انها ما عملتش كده فهيعلقها من قفاها. وللسبب ده فلما بطلنا قطع افكارها وقال لها انه مستعد يدفع اي تمن عشان يبقى تلميذ او متدرب مباشر ليها، ما بتكونش قادرة ترفض، ولكنها بتقرر تعجزه ساعتها بشكل كلي. فبتقول له لو عايز يبقى تلميذ مباشر ليها لازم يدفع 100,000 حجر روحي عالي مستواه. فبطلنا بيتخض وما بيبقاش مصدق نفسه من اللي سمعه، وبيقول لها قولي كده معلش تاني كام كده. فبتبدأ تحس بالفخر بنفسها ومناخيرها بتكبر، وده لانها اخيرا شافت ثقته بنفسه بتنكسر قدامها. ولكنه بيقطع افكارها ومنحرفة وبيقول لها 100,000 بس معقولة؟ وقبل ما البت تفوق من الصدمة بنشوف يفينج بيطلع الفلوس من جيبه. ولكن المفاجأة انه بدل ال100,000 دول
بيديها 500,000 مرة واحدة، وكمان بيكون واثق ان دي كمية مناسبة من الفلوس بسبب خبرته في الألعاب من حياته اللي فاتت. وفعلا بتطلع له رسالة من النظام بحصوله على 200 نقطة تبذير مرة واحدة، ولكن اللي عمله ده اتسبب في الذعر لشينشوي، وده لأنها عارفة ومتأكدة إن المبلغ ده يدخله أي طايفة من المستوى الثالث وهو حاطط رجل على رجل. ولكن يا عزيزي يبقى الوعد وعدا، وعشان كده بتخرج سيفها وبتقوله إنها قبلته كتلميذ مباشر ليها، وإن السيف ده هيبقى هديتها ليه كمعلمته. وده على الرغم من إنها عارفة إن الأخبار دي لو وصلت لأي حد في الطبقة العليا فسمعتها هتتدمر. ما هو ازاي واحدة في قوتها تاخد عيل بالضعف ده كتلميذ ليها؟ ولكن في نفس الوقت ده النظام بيتعصب على بطلنا وبيقول له ازاي المبذر الأسطوري يقبل ياخد حاجة ببلاش من حد تاني. طيب مخصوم منك 20 نقطة يا ابن الفقرية، ويوضح له انه لو عايز يسترجعهم مرة تانية فلازم يرجع السيف او يدفع اضعاف ثمنه. وقتها بطلنا بيترعب وبينحني بالسيف قدامها على طول، وده طبعا بيعصبها وبتقول له ايه معنى الكلام ده؟ فبيقول لها ان السيف ده فاجر قوي على صعلوك زيي، وانه مش هيقبل ياخده منها الا لو هيدفع لها فلوس ثمنه. وساعتها طبعا الزعيمة بتشد منه السيف وبتتعصب عليه وبتقول له ان مش كل حاجة فلوس يا عم انت، وبتبقى متضايقة لانه الجرى يرفض سلاح روحي من الرتبة ال7، وعشان كده بتتقمص وبتطير وبتسيبهم مع نفسهم. فبطلنا بيستغرب وبيسأل الراجل اللي اتضح ان اسمه يبقى باي، وبيقول له هي الغبية دي متضايقة ليه وانا بحاول اديها فلوس ببلاش. ولكن باي بيقول له خلي بالك لو سمعتك هتفلقك نصين، وبيكون بيفكر في نفسه انهم ممكن يحلبوا كتلة الفلوس المتحركة اللي جات لهم برجلها دي. وبعدها بيخرج عن افكاره وبيقول لبطلنا يحصله عشان يوريه مكان الطايفة، وبيتوجهوا ليها بعد ما قعد يفنج على السيف الطاير. ويصفوا النية أرجوكوا. وفي الطريق بيفضل بطلنا قاعد زهقان وبيعد الطيور، وخلي بالك ان الطيور دي بتتلم على اي حد ما عندوش طاقة روحية، وده اللي بيخلي باي مش مصدق نفسه من شدة ضعفه اللي العصافير عملت عش على دماغه. ولكن بطلنا ما كانش مديلهم اي اهتمام، وده لانه كان بيسأل النظام عن ترتيب ومستويات القوة في العالم ده. واخيرا بيبدأ النظام يشرح له مستويات القوة واللي بتتكون من 9 مراحل، وهنقولهم من الأضعف للأقوى. مرحلة البحر الروحي، ومرحلة تجميع الكي، وبعدهم مرحلة دمج الكي، ومرحلة بناء الأساسات، تليهم مرحلة جوهر الطاقة أو تكوين الجوهر، ومرحلة قصر الجمشت أو الأميتيست، وده يبقى حجر كريم لونه بنفسجي معرفش ليه استخدموه. وبعدهم مرحلة اكتمال تكوين الجوهر، وفي النهاية مرحلة الفراغ، وأقواهم هي مرحلة اختبار معاناة الصعود. واتسمت كده عشان لو نجحت في انك تعدي الاختبار ده هتطلع للطبقة العليا، واللي غالبا بيكون هو التعرض لإحدى قوى الطبيعة زي البرق أو النار أو غيرها. وطبعا كل مرحلة من دول بتتكون من 9 طبقات، وكل طبقة من دول في أول مرحلة هتكلف فيه فنج 10 نقط، في حين ان السعر هيطلع ل100 نقطة في تاني مرحلة، وتالت مرحلة هتبقى الطبقة الواحدة ب1000 نقطة. وساعتها بطلنا بيقول له ما تكملش خلاص أرجوك. وبعدها بيفتح بقى متجر التبذير، جواه بيلاقي فيه حاجات كتيرة قوي ممكن يشتريها، وكلها بتبدأ بإناء، يعني إناء التقنيات وإناء الأعشاب الروحية وغيرها كتير، وكل إناء منهم 800 نقطة تبذير. وعشان بس نبقى ماشيين سوا، فكل حاجة في العالم ده حرفيا بتتكون من 9 مراحل، يعني 9 مراحل قوة زي ما قلنا، و9 مستويات من الأدوية، و9 مستويات من الأسلحة، وهكذا. وطبعا فالمستوى التاسع في أي حاجة هو الأفضل، ولو فتح بطلنا أي إناء ففي فرصة 90% انه يحصل على أداة من المستوى الأول على حسب نوع الإناء. يعني لو إناء أعشاب ففي احتمالية 90% يحصل على أعشاب روحية من المستوى الأول، و80% من التاني، وهكذا لحد ما نوصل لاحتمالية 10% بالنسبة لأعشاب المستوى التاسع. وكمان النظام بيقول له إنه ممكن يستخدم الأدوات عالية المستوى دي عشان يكسب نقط تبذير كتيرة جدا، ويقدر يعمل كده عن طريق تقنية فشخ الخواطر. يعني مثلا لو خد أعشاب روحية من الرتبة 9 وكسرها
يخسرها قدام صانع أدوية من المستوى التاسع، فساعتها هياخد نقط تبذير كتير جدا لحد ما يقول يا بس. ولكن يفينج بيبقى عارف كويس انه لو عمل كده هيتداس على وشه، وعشان كده بيقرر يبعد عن الوسيلة دي دلوقتي خالص، وبيستخدم بعدها 90 نقطة تبذير عشان يوصل للطبقة التاسعة من مرحلة البحر الروحي أو المرحلة الأولى يعني. وطبعا لما بيعمل كده بتبدأ تنبعث من جسده هالة قوية جدا، وده بيخلي العجوز باي مش قادر يصدق اللي بيحصل، وعشان يتأكد بيبدأ يختبر طاقة الكي اللي موجودة في الجو دي، واللي منها بيعرف ان بطلنا بيفتح مناطق الشاكرا في جسمه على وشك انه يتحول من مجرد فني لمتدرب فنون قتالية من المرحلة الأولى. ولكن باي بيتفزع لما بيلاقي الطاقة اللي بيمتصها كتير قوي على المرحلة الأولى، بس ده عامل زي ما يكون مشغل هيكل الاختراق يا عم الحاج. وفي نفس الوقت ده بنشوف بطلنا في البعد الروحي بتاعه، وبيكون قاعد وبيقول موضوع الاختراق ده شكله مطول ولا ايه. وفي نفس الوقت بره كان باي شايف الكي حوالين بطلنا عمالة بتزيد، وساعتها استنتج انه بيحاول يخترق للطبقة التانية من مرحلة البحر الروحي. واللي كان مخوف العجوز كده هو ان المفروض ان عملية التحول من فني لمتدرب دي صعبة جدا، وعشان كده المفروض يكون معاه حبوب طبية، وكمان يكون قاعد في مكان معزول ومستقر. وده في حين بقى ان اللي قاعد قدامه ده قاعد بيخترق على سيف متحرك وكمان من غير اي حبوب. بس افكاره دي بتنقطع بعدها لما بيلاحظ ان بطلنا اخترق للمستوى الثالث والرابع، ومن ثم بعدها الخامس، وفضل يخترق لحد الطبقة التاسعة. والعجوز كان هنا خلاص ما بقاش فاهم هو مين وفين وفي ايه بالظبط. وبعدها اخيرا بطلنا بيفتح عينيه وبيلاقي ان سرعة التحميل عنده كانت بطيئة، وبيعرف ان ده اللي خلاه يحتاج 10 دقايق كاملين عشان يوصل للمرحلة التاسعة. فبيفتكرها حاجة وحشة، وبيقول لعم باي ما يقولش للزعيم انه خد كل الوقت ده عشان ما تفتكروش عيل صيص. ولكن باي بيقول في نفسه لو انت صيص امال احنا نبقى ايه يا باشا. وبيفتكر انه وصل لنفس مستوى بطلنا ده بعد تدريب 8 شهور كاملين، عشان كده بيقول لي فينج دلوقتي بس انا فهمت انت مش محتاج حد يدربك ليه. وبيكون فاكر ان معاه تقنيات قوية جاهزة من معلم تاني، بس بطلنا بيستغرب وبيقول له تقنيات مين يا عم باي؟ ده انا حتى ما عنديش جذور روحية من الاساس. فباي بيتفزع من كلامه وبيقول له ما تفتيش يا ابن انت، وبيقرر يحقنه بطاقته عشان يشوف لو بيكدب عليه ولا لا. وساعتها بتجيله المفاجأة وبيكتشف ان بطلنا ما عندوش اي جذور روحية فعلا، بس ازاي كان لسه بيخترق من شوية طب. وعلى الرغم من ان باي كان عنده اسئلة كتيرة جدا، الا انه قرر يحكي لشنشوي على اللي حصل لما يوصلوا هناك وهي تشوف تلميذها بنفسها. وبالفعل لما وصل هناك بدأت تسأله اتأخرتوا ليه، وطبعا بدأ يحكي لها باي على حوار اختراق بطلنا لمرحلة بحر الروح. ومش بس كده، لا دي طاقة الكي اللي بنى بيها اساساته كانت اقوى ب20 مرة من طاقة الزعيمة نفسها. ده غير انه في الطبقة التاسعة دلوقتي وما عندوش اي اب وام جذور روحية خالص. فبتتفزع الزعيمة من اللي سمعاه وبسرعة بتندفع ناحية بطلنا عشان تفحصه. ولما بتلاقي ما عندوش اي اثار لجذور روحية فعلا بتسأله ازاي اخترق. ولكن في صوت بيقطعهم ساعتها وبيقول ان طائفة القمر المكتمل جت عشان تزور طائفة نجمة الروح بشكل رسمي. وبره بنشوف ابو لهب ومعاه تلاميذ واقفين وبيسألها لحد امتى هتفضل طائفتها مفلسة وما فيهاش ولا تلميذ كده. بس كل اللي مضايقها دلوقتي هي انها مش عارفة تبدأ عزلتها وتتأمل في سلام عشان ترجع للطبقة العليا من تاني. فبتطلع لهم وبتقول لابو لهب عايز ايه اخلص. بيرد عليها انه سمع ان طائفتها بتضم الناس مقابل 10,000 حجر روحي منخفض المستوى، وكمان سمع انها ضمت طالب جديد لطائفتها وللسبب ده فهو جاي عشان يختبر قوة الطالب ده. وطبعا شنشوي بتقول يخرب بيت الصداع، ما هي لو ما كانتش ضمت البتاع ده لطائفتها كان زمانها مرتاحة البال. ولكنها بتبص لبطلنا بعدها وبتقول له انه لازم يقبل القتال عشان ما يدمرش سمعة طائفتها، ولكنها بتحذره ان اعدائه كلهم من 9 طبقة في بحر الروح زيه بالظبط.
فبيوافق على طول وبيسألها لو يقدر يستخدم التعويذ، وبتوضح له انه يقدر يستخدم اللي يحبه. وطبعا بطلنا عمل كده لان النظام كان مديله حرية التصرف في 10,000 تعويذة برق سماوي من المستوى التاسع. واول ما بطلنا بيطلع كمية كبيرة منهم قدام العيال بيموتوا من الخوف. وكمان بيقول قائدهم ان كل تعويذة واحدة من دول تقدر تهزم اي متدرب من المستوى التاسع من بحر الروح. ولكن الوقت كان فات على الانسحاب، فبنشوف بطلنا بيقول لهم استعدوا لمفرقعات العيد اللي هتحصل دلوقتي. وبيكونوا العيال عايزين يجروا وعمالين يصوتوا ويشتموا فيه، ما هم ما يعرفوش ان صراخاتهم دي كانت بتبسط بطلنا اكتر واكتر اصلا، لدرجة انه فجر حلبة القتال كلها بالتعويذ بتاعته. وده خلى الزعماء يبقوا مستغربين من اللي بيحصل قدامهم. ما هم بيقولوا ان تمن التعويذة الواحدة من دول تبقى على الاقل 1000 حجر روحي، فازاي عمال يرمي الفلوس على الارض كده؟ وطبعا من كتر التفجيرات الكتيرة اللي بتحصل دي، بتبدأ عيال طائفة القمر المكتمل يعيطوا ويقولوا للمعلم بتاعهم يسمح لهم ينسحبوا. وده لان طائفة نجمة الروح غنية قوي ومعاهم تعويذ كتيرة جدا. وطبعا بعد ما مشيوا بطلنا بيبص لشنشوي بصة منحرفة وغريبة، ولما بتلاحظ نظراته دي بتفتكره بيحاول يخوفها، وعشان كده بتقرر لما يخلص المعركة توريه مدى قوتها عشان توقفه عند حده. ولكن حتى وبعد مرور ساعة كاملة كان بطلنا لسه عمال يفجر ويفجر في كل حاجة، ومع كل تفجيرة كان بيحس بسعادة أكتر وأكتر. وده في نفس الوقت اللي كانوا عيال الطوائف التانية بيبوسوا رجل أبو لهب عشان يسمح لهم ينسحبوا. بس اللي ما يعرفوهوش الطلبة إن أبو لهب أصلا كان مرعوب من اللي شايفه ومش قادر يتكلم، إلا إنه بعدها بدقايق بيقدر يفوق من الصدمة أخيرا وبيعتذر للزعيمة وبيحاول يمشي من المكان بعدها. فبتفجروا شنشوي وهو ماشي على طول، وبتبصله بتقوله ان دخول الحمام مش زي خروجه يا عم العجوز. وطبعا من هالتها ابو لهب بيترعب لما بيلاحظ انها في مرحلة اكتمال تكوين الجوهر او المرحلة السابعة يعني، وده في حين انه لسه في مرحلة بداية تكوين الجوهر او المرحلة الخامسة. وعشان فرق القوة الكبير ده، فلما شنشوي بتقول لهم كل واحد يكسر دراعه عشان تسمح لهم يعيشوا، بيوافق الزعيم وما بيترددش ولو للحظة واحدة، وبيكسروا دراعاتهم كلهم خلال ثواني بالفعل. وطبعا باللي عملته ده فبطلنا بدأ يقول في نفسه ان البت دي شكلها شرانية، وبعد ما نجحت تستعرض قوتها بتقول لي يشيل التعويذ اللي معاه دي، بس بيفاجئها وبيقول لها انه لسه معاه 9000 تعويذة كمان ولازم يخلص منهم. بنعرف هنا بقى ان النظام اللي معاه ده بيديله كمية كبيرة من منتج معين غير الفلوس، والمنتج ده بيحصل عليه بشكل يومي ولكن لازم يخلصه عشان ياخد غيره. وطبعا فمنتج المرة دي كان التعويذ اللي شفناها. وكمان فكل ما يقدر بطلنا يستخدم اكتر من المنتج ده كل ما هيحصل على نقط تبذير اكتر واكتر. وبعدها بيتضح ان بطلنا قدر يقنع الزعيمة تبذر معاه هي كمان، وبنشوفهم قاعدين عمالين يفرقعوهم ولا كأنهم بومب وصواريخ العيد. واللي بيعملوه ده بيرجع لشنشوي شوية ذكريات، وبتفتكر كلام صاحبتها لما قالت لها انها لازم تستمتع شوية بحياتها جنب تدريباتها. وعلى الرغم من انها ما كانتش مصدقاها ساعتها، الا انها دلوقتي فعلا حاسة بالسعادة من حاجة بسيطة زي دي. وفي نفس الوقت ده كان عم بايل غلبان بيحاول يريح له حبتين في وسط اليوم، الا ان سدادات الودان بتاعته بتقع منه وبيصحى مخضوض على صوت ديناصورات وتنانين وزلازل وبراكين. فبيصحى بسرعة ياخد هدومه عشان يشوف مين بيهاجمهم ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. ولما بيطلع بره وبيمسكهم متلبسين بيصوتوا بيقول لهم بتعملوا ايه، ولكن بكل برود شنشوي بتقول له بندمر لنا كام الف تعويذه بس ما تكبرش الموضوع. وكمان بيقول له تعالى يا عم باي فرقع لك شويه انت كمان. فبيتعصب الراجل وبيقول له يا ابن المبذره ده التعويذه الواحده ب1000 حجر روحي منخفض المستوى. وبيسال بعدها كمان الزعيمه بكل احترام وبيقول لها ازاي المتخلف ده اقنعك تعملي كده، ولكن وهو بيتكلم بيناوله بطلنا خاتم تغزين وبيقول له انا عارف انك عجزت وصحتك بقت على قدك، وعشان كده بيعرض عليه يديله خاتم جواه 100,000 حجر روحي عالي المستوى وبيقول له هاتلك بيهم منشطات ومقويات.
فباي بيستغرب وبيقول له انت بتستقل بيا ولا ايه؟ على طول قبل ما بيقطع هدومه بيقول له عمرها ما كانت بالسن ياض يا سيس انت، وبسرعة بياخد بقية التعويذ اللي باقية كلها وبيقول له اتفرج على عمك، وبيقعد يفرقعهم ورا بعض بسرعة الصاروخ. وطبعا ولأن باي خد 100,000 في المقابل فالنظام كافئ بطلنا ب100 نقطة تبذير. عدى الوقت على الحال ده بعدها، ومع طلوع شمس يوم جديد بنشوف ان التعويذ كلها خلصت اخيرا، وده بعد ما باي جاب اخره بقى محتاج اعادة شحن، ولكنه بيجمع طاقته بيقول لبطلنا شفت القوة ياض، وبيكمل بانه لو احتاج اي اعمال جسدية تاني يطلب منه وهو هيساعده فيها على طول. وطبعا شينشوي بتبقى مستغربة من تصرفات باي، وبتقول انه واحد من الكبار ال8 طائفة النجم القطبي، وانه المفروض ما يبيعش نفسه بمجرد 100,000 حجر روحي عالي مستواه. ولكن العجوز بيحاول يتهرب وبيقول لها انه عمل كده بس عشان كرامته. وبعدها بتطلع على بطلنا رسالة بتقوله انه استخدم المنتج بشكل كامل، وعشان كده بيحصل على 1000 نقطة تبذير كمكافأة، وبكده فبقى معاه اجمالي 1410 نقطة تبذير. ساعتها بيقرر يستخدم 900 منهم عشان يرفع مستواه للطبقة التاسعة من مرحلة تجميع الكي، واللي تبقى تاني مرحلة من الفنون القتالية، وهيشتري بال500 نقطة الباقيين كمان 5 ثواني من اللي في المتجر. وساعتها بتجيله فكرة جهنمية عشان يجمع نقط بشكل أسرع، والفكرة دي هي انه يحاول يضم نسل الطائفة، وساعتها كل ما يصرف على حد فيهم فلوس اكتر هيجمع نقط اكتر بسرعة اكبر. وفي نفس الوقت ده كان في واحد لسه واصل حالا للطائفة، والواد ده كان عايز يسألهم لو لسه بيقبلوا تلاميذ جداد ولا لأ، ولكنه بمجرد ما دخل الطائفة لقى الارض فيها حفرة كبيرة، ولقى راجل عجوز مش قادر يقف على رجليه وعمال يترعش وشكله هيموت في اي لحظة. بس لحسن الحظ في واحدة شكلها قوي فيهم. ايه ده مين ابن العبيط ده؟ وده طبعا كان رد فعل الواد الغلبان، واللي بدأ يفكر يهرب من الطائفة دي قبل فوات الأوان. بس طبعا بطلنا كان طاير من الفرحة بوصوله، وكان عمال يقول له انه لو عايز ينضم للطائفة مش هيدفع غير 10,000 حجر روحي بس منخفض المستوى، وكمان عشان يبقى تلميذ مباشر هيدفع 100,000 حجر عالي. وشكله كده فاكر الناس كلها مبذرة زيه. وطبعا الفرحة اللي بطلنا فيها دي تبقى لانه فاكر الواد ده معوش فلوس. ما هو ساعتها بطلنا هيديله الفلوس اللي يقدر ينضم بيها للطائفة، وهيقدر يحصل على نقط تبذير في المقابل. ولكن النظام هنا بيوقفه عند حد وبيقول له ما ينفعش تدفع فلوس لحد كده من غير سبب. في فينج بيقول انا حاسس زي ما يكون اخويا اللي ما جابتوش امي، او كمان اخويا الوهمي اللي ضاع مننا من 10 سنين. وللاسف فالنظام بيضطر يتقبل الكلام ده وبيقول له ادفع زي ما تحب. بس طبعا الواد اتضايق لان كل حاجه في الطائفه دي بالفلوس وكان بيقرر يمشي، الا ان بطلنا قال له استنى يا اسطى لحظه، وهوب على طول قام ناطط متشعلق في رقبته وقال له فكر من تاني يا اسطى بس وما تستعجلش. وساعتها بيسمع الواد واللي اتضح ان اسمه لينج صوت جده، واللي بيقول له يدفع الفلوس وينضم للطائفة مؤقتا، وده لحد ما يخلص هو الشغل اللي عنده ده ويرجع ياخده. وهنا طبعا لينج طلع الفلوس وقال لهم يسمحوا له ينضم للطائفة، وده في الوقت اللي كانت فيه شينشوي بتتسحب وبتفكر تهرب من المكان كله، ولكنها بتتملك اعصابها بعدها وبتقول له انه لو انضم للطائفة مش هياخد اي حاجة في المقابل وهو اللي هيعلم نفسه كمان، ولو عمل غلطة هياخد 10 جلدات على الحنبلة، ويخرب بيت دي شغلانة يا عم. فبيرد عليها لينج وبيقول لها انه مش محتاج اي حاجة منها خالص، وده طبعا بيخليها تضطر توافق تضمه للطائفة، الا انها بعدها بثانيتين بتغير كلامها كله وبتقول لهم يصحوا بدري عشان هتبدأ تدريبهم من بكرة. وهي محبطة خالص بتمشي وبتقول لهم يشوفوا لهم اي زريبة يناموا فيها بما ان مفيش غيرهم في الطائفة كده. وطبعا بطلنا بيبقى مستغرب وبيقول عجبا لتصرفات النساء، شوية تقولك مش هدربك وشوية تقولك هدربك.
وقلت لك يخرب بيت دي شغلانه ما صدقتنيش. بيبدأ بعدها بطلنا يقول في نفسه انه ما كانش يتوقع ان لينج هيبقى غني برضه، ولكنه بيحتفل لانه لسه الوحيد اللي تلميذ مباشر لزعيمة الطائفة. وفي نفس الوقت اللي كانت فيه الزعيمة بتدعي ان كل ده يطلع حلم في الاخر، كان بطلنا بيتعرف على لينج اكتر، وبيبدأ بعدها يقول له ما ينساش انه السينيور بتاعه من هنا ورايح، وانه بيرحب بانضمام لينج للطائفة كتلميذ داخلي. بيعدي شوية وقت على اللي حصل ده، وبنشوف بعدها بطلنا بيقول للينج انه خلاص جهز وظبط الأوضة بتاعته خالص، فلينج بيقول له ان هو كمان ظبط اوضته، وبيعزمه بعدها يدخل يقعد معاه فيها كمان. طبعا ولان مفيش عندهم حاجة اسمها عزومة مراكبية باين، فبطلنا بيدخل الأوضة وبقلب جامد، وساعتها بيلاحظ وجود فرن حبوب جوه المكان، وده الفرن اللي بيستخدم في تحضير مختلف انواع الحبوب الخيميائية في الصين القديمة. وفي اللحظة دي بيبدأ لينج يتفخر بنفسه، بيقوله انه خيميائي من الرتبة الثالثة، وده لان في العالم اللي هو فيه ده بيتم تقدير واحترام اصحاب المهن، يعني اي خيميائي او صانع اسلحة او طلاسم وتعاويذ سحرية بيتعامل بالظبط زي معاملة المهندسين والدكاترة في الوطن العربي. وبيكون لينج فاكر ان بعد ما بطلنا عارف الكلام ده هيبدأ يتحايل عليه عشان يعمل له كام حباية ترفع من قوته، وكمان بيقول لنفسه ان لو يفينج عارف انه كمان يبقى من الطبقة التاسعة من رتبة اندماج الكي واللي تبقى الرتبة الثالثة، فساعتها اكيد هيموت من الصدمة. ولكن رد فعل بطلنا كان غير متوقع وما ادالوش اي اهتمام، وده اللي خلى لينج يتفزع ويقول له انت ازاي مش متفاجئ ان في معاك في نفس الأوضة خيميائي من الرتبة الثالثة؟ بيرد عليه بطلنا وبيسأله لو كان يعرف اغلى انواع الاعشاب الطبية اللي من الدرجة الثالثة دي، فبيوضح له لينج انهم عشبة شبح الخيزران وزور التلج وفاكهة البرق البنفسجي، وانه على الرغم من ان الاعشاب دي من الدرجة الثالثة بس الا انهم نادرين الوجود جدا ومش ممكن يلاقيهم في اي حتة. فبطلنا بيقول له اتقل ثانية كده، وبيعرف النظام باسامي الحاجات، وبيقول له فتح كمية الاواني اللي تعجبك لحد ما تلاقيهم كلهم. وفعلا وقتها بيقدر يحصل على 2 من كل عشبة منهم، ولكنه بيتفاجئ انه دفع مقابلهم 1200 نقطة تبذير من اجمالي 1400. ساعتها بتبدأ روحه تسيب جسمه من الحزن، وده وسط ما كان لينج لسه عمال يتكلم ويرغي عن الاعشاب. فبتيجي لبطلنا فكرة وبيهرب من المكان بحجة انه رايح يجيب للينج مية يشرب، وطبعا لما لينج بيشوفه بيجري كده بس عشان يجيب له مية، بيبدأ يقول ان شكله فهمه غلط وباين عليه شخص كويس ومش عبيط. وبعد ثواني بيتفاجئ بان بطلنا رجع مرة تانية بيجري برضه، ولكن المفاجأة الأكبر هي انه كان جايب له حساء مش مية، وجوه الحساء ده كان في واحدة من كل نوع من الأعشاب اللي قال عليها. طبعا لينج ما بقاش قادر يتكلم من اللي شايفه لحظتها، وسحب كل الأعشاب دي من الحساء بسرعة. ما هو أول مرة في حياته كلها تجيله فرصة يشوف الأعشاب دي، ده حتى جده نفسه ما شافهاش غير في الكتب وبس. ولكن قبل ما يلحق يقول لبطلنا انه محتاج ياخد النباتات دي معاه، بيتفاجئ بانه سحبها من ايده بسرعة كبيرة بالفعل. فبيبص بسرعة لينج يشوف راحت فين بالظبط، ولكنه بيتفاجئ بان يفينج فعصهم كلهم تحت رجله، وبيقول له يفينج انه لاحظ ان هديته ما عجبتوش فقرر يفعصها ويتخلص منها، ويكمل دعس فيها بدون توقف قدام عين الحزين. وده اللي خلى لينج ينط بسرعة ويحاول يلحق اي حتة سليمة منها، ولكن الاوان كان فات خلاص. فبعد ما انقشع الغبار بشكل كلي كانت الاعشاب كلها اختفت وكأنها اتبخرت تماما. وطبعا بيتضح لنا بعدها ان يفينج عمل كل ده عشان يسترجع النقط اللي خسرها دي كلها، وبالفعل نجحت خطته بعد ما استخدم تقنية فشخ الخواطر وحصل على 1500 نقطة تبذير، وبكده الاجمالي اللي معاه يبقى 1700. وطبعا يفينج كان فرحان جدا لانه كسب 300 نقطة زيادة عن اللي صرفهم، ده غير كمان انه لسه باقي معاه عشبة من كل نوع من الثلاثة. بس لينج الغلبان بيقطع افكاره وبيقول له ارجوك قبل ما ترمي اعشاب غالية زي دي في الزبالة مرة تانية يبقى اسألني مهمة ولا لأ وانا هقولك. وبيقعد يعيط بعدها على الفرحة اللي ما تمت دي، بس بطلنا بيحاول يريح ضميره شوية وبيقول له اوبس هي دي الاعشاب اللي كنت تقصدها.
طب أنا آسف. ولكنه بعدها بيطلع يجري من الأوضة وهو طاير من الفرحة. وبعد 5 دقايق حرفيا بنشوفه جاي اداله مية وحط جواه الأعشاب اللي باقية دي، وبيبدأ ساعتها يستخدمها عشان يغسل رجله ويريح أعصابه شوية. ومع الوقت بيسترخي جامد وبيقول إنه حاسس إن رجله بدأ وزنها يخف وكأنها منملة، والصراحة شكلها كده هتخف خالص منه. وفي نفس الوقت ده كان لينج وصل قدام أوضة بطلنا، وده لأنه كان عايز يقوله على حوار مهم بخصوص الأعشاب اللي معاه. وبيتضح لنا من تفكير لينج إنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لكل عشبة من الأعشاب دي لوحدها، إلا إنه لو تم الدمج بين عشبة شبح البامبو وبرق بنفسجي فهيتكون ساعتها سم قاتل. بس أفكاره بتنقطع بصرخات ييفينج وهو بيقول إن رجله اسودت خالص. فبيكسر لينج الباب عشان يشوف المصيبة اللي جوه دي، وبيتفاجئ ببطلنا قاعد وبيسأله رجلي مالها يا دكتور. ووسط رغي بطلنا اللي ما بيوقفش كلامه لو لثانية بنشوف لينج بيحاول يكبح غضبه وبيسأله بعصبية هادية لو كان بجد استخدم الكنوز النادرة دي عشان يغسل رجله. ومن غير أي تعب بيحصل بطلنا على 1500 نقطة تبذير تانية. وأحلى فشخ للخواطر ده ولا إيه يا معلم؟ وكمان النظام بعدها بيقوله لو عايز يشيل السموم اللي في رجله فلازم يدفع 1000 نقطة. وبعدها بيقطع أفكاره صوت صياح لينج واللي بيقوله إنه كان جاي مخصوص عشان يفكره ما يمزكش الأعشاب دول مع بعض عشان ما يتسممش. وفي نفس اللحظة اللي كان بطلنا بيبتسم له فيها وعامل نفسه بيسمعه كان استخدم 1000 نقطة تبذير عشان يطهر السم اللي في رجله بشكل كامل. وفي ثواني بالفعل اختفى السم من رجله بشكل كامل، وده تسبب في صرع الواد الغلبان واللي ما كانش فاهم ازاي حد يقدر يتخلص من سم اسطوري زي ده في لحظات كده. ولكنه بيخرج من صدمة لصدمة تانية لما بيشوف بطلنا حاطط رجله من تاني جوه مية الأعشاب. وعشان ييفينج جدع ومش بيحب يستمتع لوحده فبيسأل النظام لو يقدر يستخدم نقط عشان يعالج التسمم عند حد تاني برضه. وبمجرد ما بيأكد له النظام انه يقدر يعمل كده بالفعل بيقول للينج تعالى يستغسل رجلك جنبي وما تتكسفش. بس لينج بيكون خايف ومش واثق فيه ابدا، وعشان كده بيهرب من المكان بسرعة وبيقول له تتعوض مرة تانية يا صاحبي. وهو ماشي بيبدأ يفكر اذا كان المفروض يبلغ عن الاسراف والتبذير اللي بيعمله بطلنا ده للزعيمة ولا لأ، ولكنه بيقرر ما يعملش كده وبيقول لنفسه انه مش عايز يبقى واشي. وفي نفس الوقت ده بيكون بطلنا استخدم 1000 نقطة كمان عشان يعالج رجله من السم، وكمان 900 نقطة غيرهم عشان يرفع مستواه للطبقة التاسعة من مرحلة تجميع الكي، ودي اللي تبقى المرحلة التانية يعني يا صاحبي. نسيبه يخترق براحته بقى ونروح احنا للقاعة الرئيسية للطائفة. هناك بنشوف الزعيمة قاعدة مش طايقة نفسها، ولما باي بيشوف كده بيبقى مستغرب وبيفتكر قد ايه شنشوي دي كانت جد ومحدش كان بيعرف يضايقها مطلقا. وعشان كده فهو مش فاهم ازاي الاتنين دول قدروا يحرقوا دمها بالطريقة دي. وهم قاعدين بيرغوا سوا بيتفاجئوا بهالة قوية طالعة من ناحية الأوضة بتاعة ييفينج. وقتها باي بيبقى مندهش ومش مصدق اللي شايفه. ما هو ازاي واحد لسه مخترق 9 طبقات مرة واحدة هيخترق تاني بالسرعة دي؟ وبيبدأ يخاف اكتر وبيترعب لما بيفكر انه ممكن يكون هيعمل سلسلة اختراقات متتالية زي المرة اللي فاتت. وبالفعل بيخترق بطلنا للمستوى الاول وفي ثواني بيكون في التاني. وقبل ما يبدأ بالرعب يبقى حاسس بيكون بطلنا وصل للمستوى السادس، وخلال لحظات بيكون بطلنا بقى من الطبقة التاسعة في مرحلة تجميع الكي. فبينفعل العجوز من اللي شافه دلوقتي ما هو بطلنا اخترق ال9 طبقات بتوع المرحلة التانية في اقل من 5 دقايق، وده في حين انه اخترق ال9 بتوع المرحلة الاولى في 10 دقايق. فازاي يعني المدة بتقل كل ما مستوى الصعوبة بيزيد؟ وازاي من غير اي جذور روحية ولا مساعدة خارجية يعمل كل ده؟ فبتبدأ شينشوي هنا تعيط وتسأله لو كان ييفينج هيقدر يتخطى مستواها قريب. وساعتها بيلاحظ عم باي انه جه عليها قوي بكلامه القاسي ده، لانها كانت الشخص الاعلى موهبة في الطائفة كلها قبل ظهور بطلنا الملياردير. وعشان كده بيحاول يطيب بخاطرها وبيقول لها ما تخافيش يا سوسو، اكيد المستويات اللي جاية هتبقى صعبة بالنسبة لي. وده لان كل ما قوة الواحد بتزيد كل ما بيبقى من الصعب عليه انه يطلع للمستوى اللي بعده. ولكن مع كل اللي قاله ده الا انه في الحقيقة بيكون خايف لا يعديها بجد
في خلال كام شهر ويدمر ثقتها بنفسها تماما. وفي نفس الوقت ده كان لينج واقف قدام بيت ييفينج ومش قادر يتحرك. ما هو لحد دلوقتي مش فاهم ازاي الواد الصيص المهمل طلع بالقوة دي كلها، ولكنه بعدها بلحظات بيبتسم، وده لانه قدر يفهم دلوقتي بس ليه جده كان عايزه يقعد في الطائفة دي بالذات. وفي اليوم التالي بيصحى بطلنا الصبح بدري، واول حاجة بيعملها هي انه بيفتح نافذة الحالة وبيشوف عنده كام نقطة، ولما بيلاقي ان باقيله 310 نقطة بس بتجيله لحظة الادراك العنكبوتية. ما هو افتكر انه صرف 2000 نقطة كاملين امبارح عشان يعالج رجله من السم، واللي شكله كان مؤثر على دماغه. وعلى طول بعدها بيبدأ يشوف المنتج الجديد اللي نزل في النظام، ولو مش فاكرين فده اللي بياخد منه كمية كبيرة قوي، ولو قدر يخلصها بيحصل في المقابل على نقط تبذير كمكافأة. ومنتج اليوم بيكون حباية تنقية الأساس أو الجوهر من الرتبة التالتة، ولكنه بيبقى مستغرب من كلمة ال9 خطوط اللي مكتوبة عليها، وعشان كده بيقوم وبيقرر يسأل لينج على موضوع الخطوط ده. ولما بيوصل عند بيته بيقعد يدور عليه في كل حتة، ولما ما بيلاقيهوش بيبدأ يسرح بخاله وبيفكر انه ممكن يكون هرب من الطايفة من اللي عمله معاه امبارح. بس عم باي بيقاطع افكاره ساعتها وبيسأله لو كان بيدور على لينج، وبيقوله انه مش هيلاقيه في بيته لانه راح مع الزعيمة الصبح لاقرب مدينة عشان يشتروا اعشاب روحية. وبيعرض بعدها على ييفينج انه ياخده لهناك، وطبعا بطلنا بيوافق في ساعتها، فبيطلع على سيف العم باي وبينطلقوا في طريقهم لهناك. وفي الطريق بيبدأ بطلنا يقول لعم باي على اسامي الاعشاب اللي غسل فيها رجله وبيسأله لو كان يعرفها، فباي بيفتكروا سمع عنهم بس ولا حاجة من لينج، وبيقول له انه ما يعرفش عنهم غير انهم من اكتر الاعشاب النادرة في القارة كلها. وساعتها بطلنا رد بعشوائية وقال ان ده اكيد السبب اللي خلى لينج يتعصب لما شافه بيغسل رجله فيهم. وعلى الرغم من ان باي كان مصدوم لدرجة انه وقف السيف في نص الطريق للحظة، إلا انه قدر يتملك نفسه بعدها وبصله وقال له انت متأكد انها كانت الاعشاب دي بحق وحقيقي؟ فبطلنا قال له انه هيبقى يخليه يجرب بنفسه، بس طبعا لازم يخلي باله عشان لما دمج الاعشاب مع بعض جابوله تسمم. فبيطر من الفرحة ساعتها وقال له خلاص اتفقنا، لما تجيب منهم تاني بقى اعمل حسابي بقى. وبعد ما وصلوا المدينة بنشوف باي بيقول لبطلنا انه هيسيبه لوحده شوية وهيروح يعمل حاجة ويجيله تاني بعدين، وبيطلع يجري من قدام الغلبان قبل حتى ما يلحق يرد عليه. وكده بقى فبطلنا اتساب لوحده في مكان اول مرة يشوفه، فبيتمشى شوية في المدينة دي واللي اسمها تيانيو لحد ما بيلاقي نفسه قدام بيت المزاد بتاع المدينة. وقبل ما يخش المكان بيبقى متوتر ليسرقوا لحاجة منه جواه، ولكن النظام بيوضح له انه لو اتعرض لموقف بيهدد حياته فساعتها في حراس ملكيين هيطلعوا يلحقوه، ولكن لازم يخلي باله كويس لان الحراس دول مش هيطلعوا الا لو كان هو اللي بيتم مهاجمته. وبكده فبطلنا بيطمن وبيدخل بيت المزاد، وده طبعا عشان يقدر يعرف سعر وجودة ونوع الحبوب اللي معاه، ده غير كمان موضوع ال9 خطوط اللي فيه هدية. وجوه المكان بيقول للموظف انه عايز يعرض حبوب للبيع في المزاد بتاعهم، فبيقول للموظف ان عندهم خيميائي من المستوى السادس في المكان، وان ده هو الشخص اللي يفحص الحبوب ويشوف قيمتها وينفع تتباع عندهم ولا لا. وبيكون اسم الخيميائي ده كاو انشين. ولما بطلنا بيدخل على طول بيرميله الحبايه وبيقول له انها حبايه تنقية الجوهر، فبيستغرب الخيميائي وبيقول له ان مجرد حبايه من الرتبه الثالثه ما تستحقش تتباع عندهم، ولكنه بعد ما بيبص لها مره تانية بيصرخ وما بيبقاش مصدق انها من فئه ال9 خطوط. فبطلنا بيقول له يعني ايش هالكلام، ما هو مش قادر يفهم الخطوط بتفرق في ايه بالظبط. فبيوضح له كاو ان المفروض الحبوب دي محدش يقدر يستهلكها ويستفيد منها غير لو كانت قوته ما بين المرحلة الاولى والتالتة بس، ولكن كل ما الخطوط بتزيد في الحباية اكتر فنقائها بيزيد اكتر واكتر، وده بيسمح للناس اللي في المستويات العالية من القوة يستفيدوا منها هم كمان. فبطلنا بيقول له اتكلم عربي هسيبك وامشي يا عم انت، وده اللي بيخلي انشان يحاول يبسطها له ويقول له ان الحباية النقية بتتكون من 10 خطوط
خطوط، وان كل خط منهم بيمثل 10% من النقاء والكفاءة بتوع الحباية. وطبعا فبطلنا بيبقى قاعد يسمعه وهو متعصب عشان حاسس انه لسه ما فهمش برضه، وعشان كده بيضرب بايده على ترابيزة الراجل عشان يسكته، وبيقول له يعني تتباع بكام يعني من الاخر. فبيقول له الخيميائي انها حتى لو حباية عادية من غير اي خطوط فتمنها بيكون اكتر من 10,000 حجر روحي منخفض المستوى، ولكنه بيوضح له انهم مش هيعرفوا تمن الحباية دي بالظبط غير بعد ما يعرضوها في المزاد. ما هو ازاي برضه هيعرف تمن حاجة ما شافهاش قبل كده؟ فبطلنا بيرد عليه بعفوية وبيقول له معقول الحبوب الزبالة دي تبقى بالتمن ده؟ وقتها بيستغرب الكيميائي وما بيقدرش يرد عليه، ما هو مش فاهم ازاي بيقول على حبوب بالأهمية دي زبالة. ولكن من كلام بطلنا بيقدر يستنتج انه واقف قدام حد مهم ومعاه فلوس كتير، وعشان كده بيبدأ يغير معاملته مع بطلنا بشكل كلي، وبيقول له ان المزاد هيبدأ ظهر اليوم. وساعتها بطلنا بيرمي له حباية كمان وبيقول له يعرضهم الاتنين في مزاد النهارده. وبعدها بيقول بطلنا بصوت عالي ان الهدف من كل اللي عمله ده حرفيا هو بس انه عايز يشوف مين العبيط اللي ممكن يشتري الحبوب دي. وطبعا فكلامه ده حرق دم العبيط اللي ضيع حياته كلها كخيميائي، وفي الاخر بيتهزق على ايد عيل صيص بيستخدم فلوس امه. بنشوف بعدها بطلنا بيتمشى في المدينة بقى وعمال ياكل في الحبوب، ولكنه لما بيبص جنبه بيلاحظ وجود كلب شكله مرهق وحالته كرب، فبيصعب على بطلنا وبيقرب منه عشان يأكله. وعلى الرغم من اللي يشوفه بيأكله كده هيقول عليه راجل محترم، إلا إنه بيكون عامل حسابه بس إنه هيبلع الحبوب اللي معاه للكلب الجامد ده. والسبب هو إنه عارف كويس إنه لو جمع كل اللي عنده في الطيفة عشان ياكلوا الحبوب فمش هيعرفوا يخلصوها برضه في الاخر. وبعدها بيمسك الكلب وبيقول له تعالى يا اسطى احميك عشان نبدا شغلنا بقى. وفعلا طلع بيه على اقرب مطعم، وباين كده المطاعم كانت متعدده الاغراض عندهم. ولكن وهو لسه طالع على السلالم اتفاجئ بصوت الحارس بيقول له ان الحيوانات ممنوعه جوه المطعم. فبطلنا قال له تاخد كام وتسيبني ادخل باعتباري عامل مميز، بس الحارس طلع عنده كرامه وقال له عمري ما هقبل رشوة في حياتي. فبطلنا قال له انت متأكد من الكلام ده؟ قال له لا، وسابه يدخل يحمي الكلب في ساعتها، وكمان كان بيسخن له المية ويجيبها له. ولكن فجأة صوت النظام بيرن بقوة وشكله كان متضايق، وبالفعل بيطلع لبطلنا وبيقول له ان المبلغ اللي صرفه في دخول المطعم ما كانش كبير، وده على الرغم من ان ييفينج كان دفع 10 اضعاف الثمن الاصلي. وطبعا بعدها بطلنا بيسحب الكلب من قفاه وبيقول له استعد كويس، وبيطلع بيه على اوضته اللي في الطيفة. وهناك بنشوفه قاعد وبيأكل الكلب كمية كبيرة من الحبوب، وبيقول في نفسه ان النهارده بقى عنده خادم مطيع وهيحلبه حلب في كل المهمات. ولكنه بعدها بيزهق وبيقرر يخرج يشوف اي حاجة ممتعة يعملها. وبمجرد ما بيخرج ويسيب المكان بتبدأ جبهة الكلب تنور من كتر اكله للحبوب، وفجأة بيحس بدوخة شديدة كمان وبيغمى عليه. وبيفضل على الحال ده لحد ما بطلنا بيجي يصحيه بعدها بساعة من تاني، وبيكون عمال يقول له قوم كمل طفحك يا عم انت. ولكنه بعدها بيرجع في كلامه وبيقرر ينام هو كمان. وبمجرد ما غطوا في النوم بشكل عميق بدأ الكلب يكمل عملية التحول من تاني، واللي فيها هيتحول من كلب عادي لوحش شيطاني قوي. بنروح بعدها للعم باي واللي بنشوفه قاعد مع شيا صاحب بيت المزاد، واللي بيفاجئوا بيقولوا ان الموظفين كلموه من شوية وقالوا له ان في حد هيعرض عندهم حبيتين من بتوع تنقية الجوهر. فباي بيقول له طالما انت متحمس كده تبقى على الاقل ب7 خطوط ولا حاجة، الا ان الشيا فاجئه ووضح له انهم 9 خطوط مش 7 بس. فباي استغرب من اللي سمعه وسأله لو كان يعرف اسم صاحب الحبوب دي، بس الشيا قال له ان الشاب اللي راح يبيع لهم ما سابش اسمه. وعلى الرغم من ان باي
باي كان شاكك في الاول انه بطلنا ييفينج، الا ان بعد ما شيا قال له ان الواد اللي باعهم كان باين عليه مبذر كده ومش مهتم بالحبوب اصلا، بدأت الصورة توضح لباي وعرف ان هو ييفينج مفيش غيره. فقام بعدها بسرعة وقال لشيا تعالى معايا هاخدك تقابل حد مهم. فاستغرب شيا وقال له على فين يا اسطى، وساعتها فهمه باي انه هيخليه يقابل التلميذ المباشر لشينشوي. وفي نفس الوقت ده وفي بيت المزاد اللي في تيانيو بنشوف شينشوي بتشارك في المزاد وبتكون حاطه عينيها على الحبوب اللي ب9 خطوط بتاعه ييفينج، وبتقعد تتباهى قدام الواد الغلبان لينج وبتقول له النهارده هظبطكوا وهشتري لكم الحبايتين اللي محدش شاف زيهم قبل كده دول. ما هي فاكره انها لو عملت كده فساعتها هتخلي الواد المبذر الغني ده يحترمها اكتر شويه. وفي الوقت ده وفي طايفه نجمه الروح بنشوف باي واقف قدام بيت ييفينج وعمال يخبط على الباب، ولما بيزهق بيقول ان متدربي الفنون القتالية ما ينفعش يبقوا كسلانين كده، وهوبا بيدي الباب واحدة برجله بيفلقوا نصين، وجوه المكان بيلاقوا طبق الكلب مليان حبوب من اللي ب9 خطوط، وكمان الارض مليانة بيهم. ده غير ان ييفينج بيصحى من النوم بعدها بثواني وبيسأل باي في ايه بكل هدوء. على طول قبل ما بيلاحظ ان الكلب عامل نفسه نايم فبيصرخ عليه وبيقول له قوم ياض انت كمل الوكل ياض، بس الكلب بيشوط الحبوب وكأنه بيقول له بعدها عني. وطبعا في الوقت ده كان شيا وباي واقفين مش فاهمين مين فين بيعمل ايه، ولكن شيا بيبدأ يصوت لما بيستوعب ان في كلب بيرفض ياكل الحبوب الغاليه دي واللي بالنسبه له تعتبر زي الكنز العائلي. فباي بيقول له اهدى بس شويه كده وركز، وبيفهمه ان الكلب اللي قدامهم ده مش كلب عادي، وانه خلال اقل من سنه هيتحول من وحش بري عادي لوحش شيطاني فاجر. فبيمسك شيا الكلب عشان يفحصه، وبالفعل بيلاقي جسمه نقي بشكل كامل. وساعتها بيسأل بطلنا عن عدد حبوب تنقية الجوهر اللي اكلها له، ييفينج بيقول له تقصدني انا؟ طب اصبر كده عليا اعدها لك بس. وفي الاخر بيقول له انهم حوالي 2000 حبايه. ساعتها العجوز الغلبان انجلط وما بقاش قادر يستحمل، ومسك في باي وقال له ازاي تسمحوا لطالب زي ده يبقى مبذر كده يا عم العجوز؟ فباي بيقول له انا مالي يا عم انت، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. فبيتعصب شيا وبيقول له ازاي واحد زيك من الطبقه الثالثه من مرحله الصعود يقول كلام زي ده، ومرحلة الصعود دي اللي هي ال9 والأخيرة يعني. فباي بيقول له إن خير ييفينج وجمايله مغرقينه، وإنه بيعتبر نفسه أصلا شغال عنده كمان. وهنا ييفينج بيقاطع كلامهم وبيسأل باي لو كان ممكن يساعده يخلص الحبوب دي، وإنه هيدفع له في المقابل 10,000 حجر روحي عالي المستوى زي كل مرة. فبيوافق باي في ساعتها وبيقول له غالي والطلب رخيص يا عم ييفينج. وعلى الرغم من إن في أكتر من 7000 حباية باقية إلا إنه بدأ يستعد عشان يبلعهم. وبمجرد ما بطلنا خلص وفرش الحبوب كلها على الترابيزة بدأ العجوز على طول يبلع الحبوب واحدة ورا التانية. وطبعا بطلنا وقتها ما كانش ناوي يسيب حد في حاله، فقال للكلب يروح يكمل أكل بقايا الحبوب اللي على الأرض لحد آخر واحدة. وده في نفس الوقت اللي العجوز شيا الغلبان كان واقف بيتفرج، وكان حاسس إن ده مش حقيقي وإنه مجرد كابوس. وطبعا بعد فترة بدأ باي يحس انه بدأ يشبع، وده على الرغم من انه شايف ان طعم الحبوب كويس وكأنها حلويات. وبيبدأ يسترجع الذكريات بتاعة الماضي، وبيفتكر لما صرف تحويشة عمره كلها عشان يشتري حباية من الرتبة ال9، ولكن طبعا ولأنها كانت ب5 خطوط بس فما كانش طعمها زي الحبوب دي. وبيبدأ يبكي بعدها ويقول ان لو فرصة اكل الحبوب دي كلها كانت جات له وهو صغير كان زمانه دلوقتي اخترق للطبقة العليا من فترة كبيرة. بس طبعا الاوان قد فات خلاص، والحبوب دي ملهاش اي فايدة بالنسبة له في مستوى قوته الحالي. وساعتها ييفينج بيفتكره بيعيط عشان مش قادر يكمل اكل، وبيقول له خلاص يا عم الحاج ما تكملش انا اسف. الا ان شيا بيوقفوا عن الكلام وبيفهموا انهم زعلانين بس عشان الفرصة دي لو جات لهم بدري ما كانش زمانهم محشورين في مرحلة الصعود دلوقتي. وده لان اهم حاجة في التأمل وصقل المهارات هي الاساسات.
ولو كان بايديهم ياكلوا الحبوب دي كان اساس طاقتهم هيبقى نقي وموضوع الاختراق هيبقى اسهل من السهولة. فبطلنا قال له خلاص يا جدو ما تعيطش، ووضح له انه من هنا ورايح هيستعين بيه هو كمان عشان يساعده زي ما باي بيساعده، وكمان فهو مستعد يدفع له 100,000 حجر روحي عالي المستوى عشان يقعد يساعد باي في الاكل. وطبعا العجوز مش ممكن يضيع فرصة زي دي ابدا، وعشان كده بيقعد هو كمان يساعده يخلصهم. وبعد شوية وقت من الاكل والبلع بيبدأ باي يسأل بطلنا لو كانوا الحبيتين اللي في بيت المزاد دول تبعه برضه، فبطلنا بيقول له انهم فعلا بتوعه وانه عرضهم بس للبيع كنوع من الالعاب، وده لانه عايز يعرف مين عبيط قوي لدرجة انه يدفع كل الفلوس دي في حبوب زبالة ملهاش لازمة ومعاه منها الاف غيرها. وطبعا كلنا عارفين مين العبيط اللي لابس فيهم. وفي نفس الوقت ده كانت شينشوي خلصت رحلتها ورجعت من المدينة، وده بعد ما دفعت دم قلبها في المزاد واشترت الحبيتين اللي ما كانتش تعرف انهم بتوع بطلنا. وطبعا كانت فرحانة بنفسها ومبسوطة عشان هتوري بطلنا قد ايه هي تقدر تفيدهم وقد ايه هي جامدة وملهاش اي حل. بياخد بعدها لينج الحبوب بقى منها وبيطلع يجري وهو فرحان عشان يفاجئ بطلنا ويوريه ماما جابت ايه. وطبعا شينشوي كانت مستنية تشوف رد فعله هيكون عامل ازاي، لانها عارفة ان الحبوب دي نادرة ومحدش يقدر يشتريها مهما كانت فلوس امه كتيرة، ولكنها بتستغرب بعدها لما بتشوف لينج واقف وروحه مسحوبة منه وبتقول له واقف بره ليه. فالواد بيشاور لها بس عشان مش قادر يتكلم، ولما بتبص بتلاقي الترابيزة مليانة من الحبوب اللي معاها. ده حتى الكلب نفسه من كتر ما كل منهم كان عمال بيرجع. وقتها اعصاب الزعيمة ثبت ووقعت الصندوق على الارض وبدأ يظهر عليها اعراض الجلطة القلبية والدماغية والرجلية والدراعية كمان. ولما بيشوفها كل من باي وصاحبه شيا اول كلمة بيفكروا فيها بتكون هي ان المغفل اللي لبس في الحبوب وصل، وبيحكوا لها بعدها الحوار وهي واقفة في مكانها ومش بترد عليهم. وبعد ما بيخلصوا بتبدأ تحس بإحباط شديد، فبتقول انها فضلت تتعارك في المزاد مع بقية العيال الغنية على الحبوب دي، وفي الاخر خالص طلعت كانت بتتخانق معاهم على لقب المغفل. وبيبدأ عقلها يفك منها وبتقول لهم انها كانت فاكرة الهدية دي هتقلب كفة الميزان وكانت هتخليها تبقى معلمة بجد وبتقدم هدية لتلاميذها، ولكنها للأسف فهمت دلوقتي خلاص ان المغفل هيفضل طول عمره مغفل. بس لينج بيقاطع افكارهم بعدها وبيسألهم لو ممكن ياكل من الحبوب دي معاهم، وعلى طول يفنج بيقول له كل حد ما تتخن يا باشا، ما هو اصله كان لسه عمال يدفع فلوس للعواجيز عشان يساعدوه فاكيد مش هيرفض حد بيحاول ياكل ببلاش. ولكن من كتر حماسه بيوقع كام حباية منهم على الارض، ولما بيلاحظ انهم وقعوا جنب الاكل بيتفزع وبيطلع يجري بسرعة عليهم عشان عارف ان الوحوش البرية بيحبوا الحاجات دي. وعلى الرغم من كمية الرعب اللي في وشه دلوقتي دي الا انه بيتفاجئ ان الكلب بيضرب الحبوب برجله وبيبعد عنها كمان، فبيتفزع لينج من اللي شايفه. ما هو طول عمره كان بيقرا في الكتب ان الوحوش البرية بتاكل الحبوب الروحية. وفي نفس الوقت ده كان شيا الواشي بيكلم الزعيمة وبيقول لها انها المفروض تراقب تصرفات يفنج شوية وتخليه يبطل تبذير في الموارد بالطريقة دي، وده لانه اكل الكلب الصغير ده اكتر من 2000 حباية بحالهم. بس بكل لا مبالاة بطلنا رد عليهم بانه عمل كده بس عشان الكلاب عندهم شهية اكبر من البشر، وده في نفس الوقت اللي لينج لاحظ فيه ان حياته اوحش من حياة الكلب. وبعدها بطلنا بدأ يقول لهم كملوا اكل بقى يا وحوش وورونا العزيمة. بس بعد مرور ساعة كانوا كلهم جابوا اخرهم وكل واحد فيهم كرشه زاد 2 متر، وساعتها بطلنا لجأ للشخص الاخير وبص للزعيمة واللي قالت له ما تبصليش كده انا مش هاكل يعني مش هاكل، فقال لها ما تكبريش الموضوع دول اقل من 2000 حباية يا معلمة. فردت عليه وهي متعصبة بان ده تبذير وانها مستعدة تشتري منه الحبوب الباقية بالمبلغ اللي يحبه وتبعتهم لطائفة ابوها. بس طبعا بطلنا عارف انه لو باع حاجة النظام هيفلقه النصين، وعشان كده بيقول لها كله الا البيع، ولكنها بتفتكر الموضوع موضوع فلوس وبتقول له انها هتدفع 10 اضعاف السعر الاصلي. بس ساعتها بتلاقي نظرات خيبة الامل
أمل مالية عين كل اللي بالمكان، فبتتكسف من نفسها لأنها عارفة إنها عيب تتكلم عن الفلوس مع التلميذ بتاعها، ولكنها بتتفاجئ ببطلنا بيقاطع أفكارها وجايب لها طبق متزين بفخامة وبيقول لها جربي بس ومش هتندمي. وبالفعل وبمجرد ما الزعيمة جربت أول حباية كانت في خلال أقل من ساعتين مخلصة كل الحبوب الباقية كمان. ووسط ما الناس كلها كانت بطنهم هتفرقع من كتر ما كلوا، كان في واحد النظام عمال يعبيله ويديله هدية، فبنعرف انه حصل على 300 نقطة تبذير، 100 منهم عشان دفع فلوس لعم باي و200 عشان الفلوس اللي دفعها لشيا، ده غير ال1000 نقطة اللي خدهم عشان خلص كل الحبوب كمان، بالإضافة ل3 أعشاب من عشبة الإحياء ذات ال9 ورقات و5 حشائش من رتبة 9. وترابيزات بلياردو وبينجو وبلاي ستيشن 5. ويخرب بيت دي شغلانه. وبعدها النظام بيفهموا ان الجوائز اللي خدها دي ما ينفعش يستخدمها في فشخ الخواطر، وانه حتى لو عمل كده فهيحصل على نقط تبذير قليله جدا. وفي الوقت ده كانت شينشوي بتسال عم باي هو انا لازمتي ايه؟ ما هي شايفه الطلاب مش محتاجين حد يعلمهم ولا يدربهم ولا حتى موارد، ده غير ان يفينج يعتبر اصلا بيصرف عليها لحد دلوقتي. وبدل ما العجوز يكبر بخاطرها بيقول لها انه فعلا حاسس ان يفينج هو وزارة المالية بتاعتهم. وفي الوقت ده كان يفينج قرب من العجوز شيا وقال له انه سمع انه يبقى خيميائي، وعشان كده فكان عايز يعرف منه هي ايه عشبة الاحياء ذات ال9 ورقات دي. فبيتفزع شيا من النوم وبيقول له ده انا حافظها مش عارفها، وبيبدأ يشرح له ان العشبة دي اسمها عشبة الاحياء، وان موضوع الورق ده عامل زي الخطوط اللي في الحبوب، ولكن كل ورقة من ورق الأعشاب بتملك التأثير الكامل للعشبة نفسها. يعني ال9 ورقات اللي مع بطلنا دول بالظبط زي ما يكون معاه 9 أعشاب إحياء. وبيقول لبطلنا كمان إن العشبة دي بتستخدم في صناعة حبوب الانبعاث، ودي حبوب لو تم تناولها قبل ما الواحد يموت ب24 ساعة فهيصحى من تاني حتى لو جسمه اتفلق ل100 حتة. وعشان كده فأغلب الخبراء اللي بيشتروها هم بتوع مرحلة الصعود وبياكلوها قبل اختبار الصعود على طول، وده عشان لو فشلوا في الاختبار وماتوا يعرفوا يصحوا من تاني. وبعد الشرح المطول ده بيستفسر منه شيا عن سبب السؤال ده، وساعتها باي بيقطع كلامه وبيقول له على اسامي الاعشاب ال3 النادرة اللي جابوا البطلنا تسمم من فترة. فبيستغرب شيا وبيقول له مالهم الاعشاب دي يعني، وبيفاجئوا باي وبيحلف له ان بطلنا المجنون كان بيغسل رجله فيهم. ووسط الحزن الشديد للخيميائي على اللي عمله المبذر ده بيبدأ باي يقول لبطلنا ما يغسلش رجله بقى في عشبة الأحياء دي لو كانت معاه. فبطلنا بيستغرب وبيقول له انه معاه 3 فما فيهاش حاجة لما يغسل رجله بواحدة يعني. لحظتها شيا بيصوت وبيقول له أرجوك لأ، وبينفجر بعدها من الغضب وبيقول له لو مش عايزهم بيعهم لي على السعر اللي تحبه. طب ولما بطلنا بيعرف أهمية الأعشاب دي بيروح يقرب من الزعيمة بالتصوير البطيء وبيقول لها خدي يا معلمة. وطبعا هنا البت ما بقتش فاهمة مين معلم مين بالظبط، ما هو لحد دلوقتي مديها مئات الالاف من الاحجار الروحية، ده غير حبوب تنقية الجوهر كمان. وفوق ده كله فدلوقتي بيديها كنز مش مع حد في القارة كلها، وبتبدأ تحس ان علاقتهم بتتطور في اتجاه غريب بالظبط، وكأن التلميذ بتاعها بيتبناها، بس شكلها كده بتفكر في نوع تاني من التبني تقريبا. وعشان كده بتقول انها لازم ترفض الهدية دي، ولكنها بترجع في كلامها بعدها وبتفتكر انها هتحتاجها جدا لما تيجي تعمل اختبار الصعود للطبقة العليا بعدين. وبعدها بيقول بطلنا انه هيغسل رجله بتاني واحدة كده كده حتى لو الجن الازرق قال له لا، ولكن التالتة هيديها لعم باي لو فضل يساعده زي ما بيعمل دلوقتي. ساعتها بقى بيقاطع كلامهم عم شيا وبيقول لي فينج بص العضلات يا واد انت يا واد. فباي بينفعل وبيعرف شيا انه حجز العشبة خلاص، وبتحصل ما بينهم معركة بصرية بتنتهي بفوز باي مؤقتا، وده لانه قال لشيا يروح على بيته ويسيب طايفتهم في حالها. فشيا قال له طايفتكم دي عند امك، وزقه بايده طياره وبدأ يكلم الزعيمة وقال لها انه عايز ينضم لطايفتها ككبير طايفة دلوقتي حالا. فبتستغرب شينشوي وبتقول له واحد زيك من مرحلة الصعود ال9 وكمان خيميائي من رتبة 9
وصاحب اكبر مجموعة بيوت مزادات واللي بتغطي حوالي خمس القارة كلها، ازاي واحد بيملك كل ده وعايز ينضم لطائفة ضعيفة زي طائفتها؟ فبيقول لها بطلي رغي كتير ووافقي، لانك لو رفضتي هروح اقول لابوك يعلقك من قفاكي. ما هو مش معقولة هيضيع فرصة التواجد جنب واحد زي الملياردير ايلون ماسك ده. وساعتها بتسأله الزعيمة هيعمل ايه في بيت المزاد. طب بيرد عليها ان الامر بسيط وبيفهمها انه هيخلي ابنه العبيط يظبط الدنيا. وطبعا اللي عمله ده عصب باي بغباء، بس شيا ما سابوش في حاله وقال له يلا نشوف دلوقتي مين اللي هيكسب فينا يا ابن العبيطة. وهنا خلاص البت الحزينة عرفت انها مش طالعة ولا نازلة في حتة بعد ما انضم لها واحد عجوز فوق الاتنين اللي عندها دلوقتي. بس طبعا بطلنا بيقطع افكارهم كلهم وبيسألهم لو كانوا يسمعوا عن حاجة اسمها جوهرة الحرير الذهبي. وساعتها الكل بيصحوا وبيقولوا له قصدك تقول انها معاك يعني ولا ايه؟ فبطلنا بيترعب وبيقول لهم بسأل بس يا جدعان انا اسف، وبيعمل كده لانه حاسس وكأنهم هياكلوه وهو واقف، وكمان لان من ردة فعلهم دي فاكيد الجوهرة دي افجر بكتير حتى من عشبة الاحياء نفسها. ولكنهم ما بيصدقوش كلامه وبيبصوا له نظرات لقم شديدة وبيقولوا له انهم عارفين انها معاه وبيحاول يخبيها عليهم. ده حتى لينج بيقول له ساعتها اعترف يا اسطى وقول لنا انك وزير مالية الامبراطور وما تكدبش. بس فجأة شينشوي بتاخد بالها من حاجة مهمة وبتلاحظ ان في حد بيتصل عليها على بلورة التواصل، ومن خلال المكالمة دي بتعرف ان ابوها هيزورهم قريب. وساعتها بتقول لهم انهم لازم يرجعوا للطائفة دلوقتي حالا. والظاهر كده انهم كل ده كانوا قاعدين واكلين شاربين في مطعم متعدد الاغراض واللي بطلنا كان نظف فيه الكلب من فترة. بيعدي الوقت بعدها وبيوصلوا الطائفة في ليلة نفس اليوم، وهناك بيقابلوا ابوها واللي شكله نسي يقفل زرار تفعيل الهالة بتاعته. وقتها بتقول له شينشوي انها رجعت عشان يقول لها اهلا برجوعك زي ما بنشوف في الانمي وكده، ولكنه بيقول لها مفيش اهلا ولا سهلا، ده انا امل فيك خاب عندي اكتئاب من كتر ما استنيتكوا شعري شاب، يشهد علي الباب اني من كتر الوقفة دي جالي تسلخات والتهاب، عملت حسابي في 100 تيشيرت وهدوم شباب، فاكرها طيفة وفيها ناس ترحب تقول بابا جه وجاب، طلعت صحرا وافكاري دي زي السراب، تبا ليكي يا بنتي وتبا لغدر الصحاب. وطبعا بعد الديستريك بتاع ابوها ده بتحاول شينشوي تتدارك الموقف وبتقول له تلاميذ يهم، وبتحمد ربنا في سرها انها ضمت ناس لطائفتها والا كان زمانها متعلقه دلوقتي. وبتكمل كمان وبتقول لابوها انها حتى قبلت يفينج اللي قدامه ده كتلميذ مباشر، فبيقرب منه عم الحاج وبيقعد يبص له كده عشان يشوف ايه المميز فيه. وده لانه مستغرب ومش فاهم ازاي البت اللي ما كانتش بتعمل اي حاجة غير التدريب دي رضيت تقبل تلميذ مباشر ليها. فبيسألها ساعتها عن نوع جذور الروحية فبتقول له صفر، فبيقول لها طب وموهبته؟ بترد صفر. طيب مرحلة الفنون القتالية طب؟ بتقول له لا دي التانية الحمد لله مش صفر. فساعتها بيفشخ خاطر يفينج وبيقول لها ازاي قبلتي البتاع ده كتلميذ داخلي. بيرد عليه فينج انه اشترى المنصب ده ب 500,000 حجر روحي عالي مستواه. وساعتها ابوها بيقعد يعيط وبيقول لها انها لو احتاجت فلوس كانت المفروض تطلب منه هو. بس فجأة صوت رمي شيا للكرسي بيقطع افكار الكل، وبعدها الشيا بيقول له باشا تعال اقعد يا باشا اتفضل. وعلى الرغم من ان باي بيقول له في الاول يحترم نفسه قدام ابو شينشوي الا انه بعدها بيجيب ليه فينج شاي وبينفض له هدومه ويمسح جزمته كمان. وطبعا فعم الحاج كان واقف ومش فاهم اي حاجة من اللي بيحصل، ما هو مش فاهم هما بيتعاملوا معاه كده ليه، وكمان مش فاهم من امتى والعجوز الشحط شيا بقى من اعضاء طائفة بنته. بس بعدها بيقعدوه بيفهموه كل حاجة وبيعرف ان يفينج عمال يوزع هدايا وفلوس حتى على الكلب بتاعه.
فبيقول ساعتها انه فعلا كده ما يبقاش مجرد تلميذ، لا ده ممكن يطلع وزير مالية الامبراطور كمان، ده غير انه بفلوس امه دي فحتى لو راح لطائفة النجم القطبي بتاعته هو فهيتعامل كأنه جد جد جدهم الاعظم. فباي بيأكد على كلامه وبيقول له انهم هم كمان شاكين انه يبقى من، ولسه هيكمل كلامه وشاور له الحاج ومينج عشان يسكت وقال له الكلام ده ما ينفعش يتقال بشكل علني، ويكمل بانه كان جاي بس يطمن على بنته بوجود ييفينج فهو اطمن عليها خلاص. وبعدها بيقول لهم يمشوا هم عشان عايز يكلم شينشوي في موضوع عائلي. وفي نفس الوقت ده وفي اوضه ييفينج بنشوف الخدام الجديد بتاع بطلنا لينج واللي بيكون مسخن له الميه ومجهز له كل حاجه، وكمان بيستأذن بطلنا يخليه يغسل رجله في الدلو بعد ما يخلص. فبطلنا بيقول له انا في كل حاجه وحش ما عدا البخل، وبيطلب منه يجيب دلو كمان لنفسه عشان يقسموا العشب على 2. فلينج بيقول له حبيبي يا اخويا يلي مش ابن امي ولا ابويا. وبينما كانوا في 2 بيستمتعوا بغسيل رجليهم كان في 2 تانيين منحرفين بيراقبوهم من فوق، الا ان شيا ما قدرش يكمل فرجه بعد ما شافه بيغسل رجليه بجد في الكنز ده. عدى الوقت بعدها وفي صباح اليوم التالي بنشوف بطلنا قاعد وحاسس بانتعاش رهيب بعد ما غسل رجله في عشبة الأحياء، وبنعرف بعدها انه معاه 2510 نقطة تبذير ولكنه بيقرر يحوشهم دلوقتي. وكمان بيفتح النظام عشان يشوف منتج اليوم وبيلاقيهم 10,000 شظية من شظايا نية السيف اللامتناهي. وطبعا على طول بينادي على فار التجارب وبيقول له تعالى اقول لك، والكلب العبيط فعلا بيجري عليه وهو فرحان. ساعتها النظام بيقول له يحط الشظايا دي على جبهته، ولما بيعمل كده بيتم امتصاصها بداخل جسد الكلب في ثواني. وعلى الرغم من ان الكلب كان حاسس ببعض التغيرات جوه بعض الروحي بتاعه، الا ان بطلنا بيكون فاكر انه اتنصب عليه لانه مش شايف اي تغيير على الكلب، وعشان كده بيسأل النظام لو ينفع يستخدم على نفسه هو المنتج ده. بيرد عليه النظام وبيقول له لو راجل اعملها بس ساعتها ما تزعلش على كمية النقط اللي هيتم خصمها منك بقى. فبطلنا اتضايق وخد الكلب معاه في رحلة عنكبوتية. وفي نفس الوقت ده بقى وجوه القاعة الرئيسية للطائفة كان العم ومينج بيسأل بنته لو كانت فكرت قبل كده تبعت تلاميذها للبعد القتالي، وبيقول لها كمان انه هيبعت كده كده تلاميذ من عنده كمان يومين، وبيعرض عليها يدخل ييفينج معاهم عشان ما عندوش اي جذور روحية وممكن يموت لو دخل لوحده. فبتحاول ساعتها شينشوي تفهمه انه مش هيحتاج حماية وانه اقوى بكتير مما يتخيل، الا انه ما بيقتنعش بولا كلمة بتقولها للأسف. فبتحاول تفهمه ان عم باي قال ان طاقة الكي اللي اكتسبها بمجرد ما وصل لمرحلة البحر الروحي كانت اكبر من طاقتها هي شخصيا ب20 ضعف لما كانت في نفس مستواه. فبيقول لها ومينج تسيبها من العجوز العبيط ده وانه اكيد مخرف ولا حاجة، الا ان كلامهم بيتقاطع فجأة بصوت انفجار قوي جدا في مكان قريب منهم، ومن شدة صوت الانفجار ده فمفيش حد في الطائفة كلها ما بيسمعوش. ولما بيروحوا المكان الانفجار بتسأل الزعيمة باي وشيا عن مكان الواد لينج ليكون هو اللي انفجر، الا ان شيا طمنها وقال لها انه كان معاهم وروح. وبعدها بنشوف ان ومينج استعد للقتال بشكل كامل، وبيقول لكبار الطائفة يحموا ظهره لو حصل اي حاجة، ولكنه بعد بحث مطول في الغابة كلها ما بيلاقوش اي حاجة لحد ما بتلاحظ شينشوي ان ييفينج واقف بعيد وبتشاور لهم عليه. فبيبصوا ناحيته كلهم وبيبقوا مستغربين لانه عمال يلعب مع الكلب زي العبيط ومش شايل هم اي حاجه، الا انهم بيلاحظوا بعدها ان الكلب طالع منه هالة نية السيف اللامتناهي، وطبعا ما بيبقوش مصدقين اللي شايفينه. ما هو اصل ازاي يعني كلب يتعلم نية السيف دي؟ فبتنادي على بطلنا الزعيمه شينشوي عشان تتاكد بنفسها، وبتساله لو كان علم الكلب فعلا نية السيف. فبيقول لها ان هي الوحيدة هنا هي تصفية النية مفيش غيرها، وانه شايف ان الكلب ده ملوش اي لازمة لانه قعد يبلعه شظايا السيف اللامتناهي وفي الاخر برضه مش شايف عليه اي تطور. وطبعا كبار الطائفة لما سمعوا الكلام كانوا هيروحوا فيها لان الشظايا دي صعبة جدا تتلاقى حتى جوه البعد القتالي، لدرجة ان شينشوي بتتعصب عليه وبتديله على دماغه وبتقوله كفاية تبذير قرفتنا. بس بطلنا كان
عنده سؤال واحد تاني، وهو ايه البعد القتالي اللي بيقولوا عليه ده؟ فبتبدأ شينشوي تفهمه كل حاجة وبتقوله ان قارة شوانتيان دي تبقى واحدة من عدة قارات تانية في الطبقة الدنيا، وان اي حد في اي قارة يقدر يدخل البعد القتالي ده. ما هو اصل المكان ده متقسم لمستويات حسب القوة، وكل واحد بيدخل في المستوى اللي يتناسب مع رتبته من الفنون القتالية. وبمجرد ما خلص الكلام قام النظام هوبا مديله مهمة عشوائية وطلب منه فيها يقتل 100 وحش من قمة مرحلة تجميع الكي، وقمة اي مرحلة اللي هي الطبقة التاسعة منها، ومرحلة تجميع الكي هي المرحلة التانية. المهم يعني انه لو قدر ينهي المهمة هيحصل على 500 نقطة، ولو فشل هيتخصم منه 500 زيهم برضو. بس وومينج بيقطع افكاره ساعتها وبيسأله عن كمية الشظايا اللي اكلها للكلب، لانه حاسس ان الكلب قرب يوصل لمرحلة قلب السيف اللامتناهي. وابتدينا بقى نقول اسامي مراحل من غير اي شرح. وبيفتكر بعدها وومينج ان جد جده الاعظم كان وصل لمرحلة قلب السيف بعد مئات السنين من التدريب، ولكن نوع نية السيف بتاعته كانت نية السماء الجليدية، ودي طبعا تبقى نية سيف اضعف بكتير مقارنة بالسيف اللامتناهي. بس بطلنا بيقوله ما تفكرش كتير وبيعرفه انه بلع الكلب بتاعه 10,000 شظية بس، وساعتها بيحس ان الناس كبرت والدنيا اسودت مرة واحدة، وبيقعدوا يعيطوا ويزعقوا. ما هو لو هتديها الكلب كنت اعتبرتنا احنا الكلاب بتوعك ييفنج. فبيقول لهم اني اسف مش هعمل كده تاني، ولكن من جواه بيقول انه هيعمل كده تاني وتالت ورابع، وانه اصلا قرر ما يقولهمش على اي حاجة بعد كده غير لو احتاج مساعدتهم، وده طبعا عشان ما يقعدوش يقولوا تبذير ومش تبذير. وبعدها شينشوي بتقول لابوها شيله من وشي وخده للبعد القتالي لحسن شوية وهمسكه فلقه نصين، وبالفعل بيطير بيه على سيفه، ولكنه بيقول لها هرجعهولك بعد التدريب ماليش فيه، ما انا كمان لو بصيت في وشه المستفز ده هضربه. وبعدها بص ليفينج وقال له انه هياخده دلوقتي على طائفته الحقيقية اللي اسمها النجم القطبي، ويوضح له ان طائفة بنته دي مجرد طائفة فرعية عشان تتعلم الإدارة فيها. وبمجرد ما بطلنا سمع الكلام ده فضل يرغي طول الطريق، وقعد يقول له هي الطائفة دي قوية؟ طب لو قوية قوتك انت قد ايه؟ والطائفة دي غنية ولا فقيرة؟ قول لي لو محتاجين فلوس قول لي ما تتكسفش. طب وعيال الطائفة مش عايزين هدية يا اسطى؟ ها قول لي يا اسطى. وفضل كده طول الطريق لحد ما وومينج بيتعصب وبيقول له كلمة كمان وهرميك من فوق السيف. ولما الدنيا ليلت عليهم نزلوا يباتوا في فندق صغير، وبيكون بطلنا عمال يفكر في نوع وشكل منتج النظام بتاع بكرة، وده لحد ما بتروح عليه نومه وبيصحى تاني يوم الصبح، وبمجرد ما بيفتح عينيه بيشغل النظام وبيلاقي ان منتج النهاردة هو مجرد 100,000 حجر روحي عالي المستوى، وده طبعا بيخليه مبسوط لانه عارف انه هيقدر يصرفهم بسهولة جدا. وبعدها بيقول النظام يستخدم كمية من نقط التبذير في فتح صناديق او اواني متتالية لحد ما يطلع له اي تقنية فنون قتالية عالية المستوى، ولحسن حظه فبمجرد ما دفع اول 100 نقطة تبذير وفتح اول صندوق حصل ساعتها على تقنية قبضة اللهب. بس النظام بيفاجئه بعدها وبيقول له ان لازم يكون بيستخدم كين نار عشان يقدر يستخدمها، فبطلنا بيصرخ وبينفعل عليه وبيقول انا ما عنديش جذور اللهب الروحية، فهجيب منين انا بقى كين نار دي؟ فالنظام بيقول له اخفض صوتك ولا تصيح يا الطعمية، وبيدخله للبعد الروحي بتاعه بيقول له جرب تغير نوع الكيدة الحين يا وجه البرص انت. وساعتها بطلنا بيكتشف ان معاه هاك ملوش حل، وانه يقدر يغير الكي بتاعته لاي نوع من العناصر الاربعة، وبكده فيقدر يستخدم كل التقنيات بتاعت اي عنصر منهم. بس قبل ما يلحق يستمتع ويجرب يلعب بعنصر النار بيقطع افكاره صوت وومينج وبيقول له اخلص افطر عشان نمشي. وبالفعل وبعد نص ساعة بيكملوا طريقهم، ولكن العجوز بيتفاجئ بيه فينج عمال يحدف فلوس وجوائز وهدايا من فوق السيف. فوومينج بيتضايق وبيقول له يا ابن المبذرة انت لو فضلت ترمي النعمة كده هيجي يوم مش هتلاقي تاكل وهتموت من الجوع فيه.
فبطلنا قال له انت عارف ايه اكتر حاجة ممكن توجع بجد يا عم مينج؟ فالعجوز قال له بسيطة دي، ما هو كل واحد فينا عنده حاجة شكل، وقعد يهرب امثلة عن اللي بيزعل مستخدمي السيوف والخيميائيين، لحد ما بطلنا قال له استنى يا عم الحاج انا ماليش دعوة هم بيتضايقوا ليه، ولكن بالنسبة لي انا فاكتر حاجة ممكن توجعني هي لو مت وانا لسه معايا فلوس. وفضل بعدها يرمي في الفلوس والهدايا ومن سيربح مليون طول الطريق لحد ما بيوصلوا اخيرا لطائفة النجم القطبي. وطبعا ومن شدة ضخامة المكان بطلنا بيقول انه بقى حاسس ان طائفة شينشوي مجرد اوضتين وصالة، وهناك قبل واحد اسمه ستيوارد سونج ويوضح له العجوز ان بطلنا هيقعد في الطائفة اليومين الجايين دول لحد ما يجي ميعاد التدريب بتاع الاعضاء واللي هيتم في البعد القتالي. وطبعا العجوز ما بيصدق يسيبه لحد وبيطير يمشي بسرعة من المكان. وبعدها بلحظات بيسمع بطلنا صوت ضرب وتكسير، فبيسأل سونج عن اللي بيحصل هناك. بيرد عليه سونج بان ده اليوم اللي بيتعمل فيه قتالات ودية واللي بتتم بين اعضاء الطائفة الداخليين والخارجيين بدون تفرقة، وساعتها بتطلع لبطلنا مهمة عشوائية جديدة من النظام وبيقول له فيها يهزم 100 واحد من نفس مرحلة الفنون القتالية بتاعته. وطبعا لما بطلنا بيلاقي ان في مكسب 500 نقطة لو نجح وخسارة زيهم لو منجحش بيقرر يشارك في القتال الودي ده. وهنا يا شباب عايزين نوضح حاجة طويلة شوية. فبالنسبة للناس اللي ما تعرفش الفرق بين الأعضاء الداخليين والخارجيين فهو كالآتي: الأعضاء الخارجيين دول يعتبروا أضعف أشخاص وغالبا بيتكونوا من الأشخاص الجداد في الطائفة، ودول الطائفة ما بتهتمش بيهم قوي، وحتى كمية الموارد اللي بيحصلوا عليها عشان يتحسنوا بتكون الأقل. وبعدها بيجي الأعضاء الداخليين ودول تاني مرتبة من حيث القوة بين الطلاب، والطائفة بتهتم بيهم اهتمام معقول نسبيا وبيمدوهم بموارد تسرع من عملية اختراقهم. ولكن ده كله ما يجيش حاجة جنب الأعضاء الأساسيين واللي يعتبروا قلب الطائفة، ودول بقى أكتر ناس بتحصل على موارد وكمان بيكون متاح ليهم يتعلموا التقنيات السرية العامة للطائفة. وأخيرا الطلاب أو التلاميذ المباشرين، ودول اللي بيتم تدريبهم بشكل مباشر من واحد من كبار الطائفة أو زعيم الطائفة بنفسه زي بطلنا ييفينج. خلي بالك ان في بعض المنوات بيكون فيها الطلاب المباشرين هم الطلاب الاساسيين، وده يا صديقي بيرجع للمؤلف نفسه وطريقة تقسيمه للرتب بتاعة الطوائف. نرجع لقصتنا بقى عشان ما طولش عليكم. وساعتها بنشوف وصول بطلنا لحلبة القتال الودي، وعلى طول بيبدأ يطلع على الحلبة وسط دهش كل اعضاء الطائفة واللي بيكونوا مستغربين لانه حتى مش لابس لبس طائفتهم، الا ان تساؤلاتهم كلها بيتجاوب عليها من بطلنا، واللي بيبدأ يعرفهم عن نفسه وعن مستوى فنونه القتالية، وبيقول لهم كمان انه يبقى تلميذ مباشر لشينشوي. وطبعا كلامه ده بيخلي الطلبة يندهشوا اكتر حتى من الاول، لانهم سمعوا ان بنت الزعيم عملت طائفة ولكنهم ما كانوش يعرفوا انها هتقبل تلميذ مباشر بالسرعة دي. ولكن بعد ثواني بيطلع اول متحدي للحلبة واللي بيكون اسمه مينج يانج، وبيبدأ الطلاب يقولوا انه من عباقرة الطائفة وانه انضم ليها بس من 3 سنين، ولكنه قدر فيهم يوصل للطبقة التاسعة من مرحلة تجميع الكي او المرحلة التانية يعني. ده غير انه بيقدر يستخدم تقنيات الارض متوسطة الرتبة. وهنا هنضطر نقف شوية برضو زي كل مرة ونوضح رتبة التقنيات واللي ترتيبهم من الاقل للاعلى كالتالي: اولهم تقنيات من الرتبة البشرية او التقنيات البشرية، تليها تقنيات الارض وبعدهم التقنيات السماوية، واخرهم خالص حتى الآن تقنيات الملوك أو الأسياد. وفي كل رتبة من دول في 3 مستويات وهم الضعيف والمتوسط والقوي. ومثال على كده تقنية بطلنا قبضة لهب التنين واللي تبقى من المستوى العالي للتقنيات البشرية. وبعدها بقى بطلنا بيقول له شكلك مشهور يا اسطى في المكان، إلا إن مينج بيوضح له إن ده بسبب سرعة وصوله لقمة المرحلة التانية، وبيسأله عن المدة اللي احتاجها عشان يوصل لنفس المستوى بتاعه. وساعتها ييفينج بيقول له إنه احتاج 10 دقايق بس عشان يوصل
قمة مرحلة البحر الروحي، و5 دقايق غيرهم عشان يوصل لقمة تجميع الكي. فبيقول له يا اسطى ستوب زارتنج ارجوك، وبتحصل لحظة صمت في المكان كده، وشكلهم كانوا مستنيين يفنج يقول انه بيهزر، الا انهم بيبدأوا يتعصبوا لما بيلاحظوا انه بيتكلم جد، وبيقولوا انها وسعت منه قوي المرة دي، والمفروض لو عايز يهبط كان حاول يهبط بس بشياكة يعني مش للدرجة دي. وطبعا يفنج بيقول ان دي ردة فعل متوقعة كده كده، وعلى طول بيبدأ ميج يهاجمه بتقنيته المشهورة خطوات الضباب. إلا إن بطلنا أخيرا بتجيله فرصة استخدام تقنية قبضة اللهب، واللي تبقى مهارة من المستوى العالي لعنصر النار، وعشان كده بتتسبب في انفجار بركاني في الحلبة بشكل كلي. فبيقول ميج إنه مش هيقدر يتجنب الهجوم ده، وإنه هيستخدم تقنية القطع الموجي عشان يتصدى ليها، وبالفعل بيستخدم التقنية دي بكامل قوتها في محاولة منه لقطع اللهب، وده بيتسبب في انفجار قوي جدا في المنطقة المحيطة كلها، لدرجة ان صدام يضطر المراقبين يتدخلوا عشان يحموا الطلاب اللي بيتفرجوا. الا ان حتى قوة الحراس الكبيرة ما بتكونش كافية للتصدي لآثار الانفجار ده، ولما بينقشع الضباب بيبدأوا يلاحظوا ان تنين اللهب لسه ما اختفاش، وانه لسه بيجري ورا مينج، ولو مسكوا هيفلقوا النصين. وطبعا فمينج افتكر امه ساعتها وكان عمال ينادي عليها، وده مع انها مش في الطايفة اصلا. وفي نفس الوقت ده كان بطلنا طاير من الفرحة وعمال يستخدم في التقنية من تاني ويقول قبضة لهب التنين، قبضة لهب التنين، يخرب بيت المتعة يا أخي. ولما بيجي لقى التنين الواحد بقى 3 مرة واحدة، قعد يعيط واتزنق في الحمام وقال لهم أنا آسف بس لازم استسلم دلوقتي حالا. وطبعا ولأن طاقة الكي اللي استخدمها دي بتاعت أمه برضه تقريبا، فبنشوف يفنج ما تعبش وبيقول لهم يلا عايز 100 يطلعوا مرة واحدة بقى. وبعدها بنشوفه بيهاجم الناس اللي قبلت التحدي وبيخليهم يجروا وينسحبوا في ثواني، ولكنه من كتر ما بطلنا دمر في الحلبة القتالية، فسونج بيقول له يرحم ممتلكات الطايفة شوية، ولكن بطلنا بيرد عليه وبيقول له انا بابا يلا، وبيوضح له ان اي حد هيتحداه هيعمل فيه كل اللي يحبه ويتمناه. فسونج بيتضايق وبينادي على كل التلاميذ اللي من قمة مرحلة تجميع الكي، وبيقول لهم يبدأوا يهاجموا يفنج كلهم مرة واحدة عشان يعلموه الأدب. وفي نفس الوقت ده فكان واحد من كبار الطايفة بيتفرج على القتال، وبيقول ان لو يفنج قدر يهزم ال 200 طالب دول فهيتم اضافته لقائمة ترتيب القوة بتاعة الطايفة كلها، والقائمة دي بتتعرف بقائمة التنين الكامن. وفي الناحية التانية كان سونج هو اللي بينظم هجوم الطلاب بس من غير ما يتدخل هو، وكان مخليهم يعملوا حاجز روحي قوي حوالين الحلبة. ولكن ساعتها بطلنا بيقول لو هتغش وهغش انا كمان، وبيقول النظام يفتح واحدة من تقنيات الأرض من المستوى الأعلى ويستخدم زي ما يحب من النقط. وبالفعل بيفتح أول تقنية وبتكلفه 700 نقطة تبذير، وبتكون تقنية اسمها برق اللوتس المشع. وبيكمل بعدها بطلنا فتح باكيجات بابجي، وبيصرف 900 نقطة كمان عشان يفتح تقنية من نفس المستوى واسمها ترنيم التنين الماء. وشكله كده عجبه الحوار وفتح واحدة كمان واتخصم منه 700 نقطة كمان برضه، وحصل على تقنية العاصفة الرملية. وعلى طول بعدها بيقرر يجرب كل التقنيات اللي كسبها في كيس قلبص دي، وبيدمج ما بين برق اللوتس المشع وترنيم التنين المية في هجوم واحد قوي بغباء. وطبعا عيال الطايفة مش فاهمين اي حاجة، ما هو بيستخدم تقنيات من عناصر مختلفة، يعني بيقدر يستخدم كيل مية وكيل برق كمان، ومن شوية شافوه بيستخدم كي نار. ولسه بيقول ان مستحيل بشري عادي يكون عنده 3 انواع من الكي جوه جذوره الروحيه. فاجئهم يفنج المجنون باستخدام عنصر الرياح لتفعيل تقنيه العواصف الرمليه، ودمجها مع بقيه التقنيات في تقنيه العجين الفلاحي واللي بطعم الزبده البلدي. وطبعا من قوه ريحه الزبده دي فالعيال ما بيقدروش يستحملوا الهجوم، وبتبدا قوتهم الروحيه تستهلك بسرعه كبيره، والحاجز بيبدا يضعف شويه بشويه. وده في نفس الوقت اللي سونج دماغه فكت منه بعد ما شاف واحد بجذور روحية رباعية قدامه. وبعدها على طول بيبدأ بطلنا ينفعل ويقول لهم لو مش هتستسلموا هضطر اعمل منكم فراخ مشوية. وبيستخدم تقنية لوتس البرق بشكل متتالي على الحاجز، وبيها بيقدر يخترق ويشوي عيال الطايفة الغالبة. وده خلى اللي لسه قادر يتحرك منهم يستسلم بسرعة، وسط علامات الانحراف الممزوجة بفرحة الانتصار اللي مالية وش بطلنا. وبدأ
بعدها سونج يغير رأيه في بطلنا ويقول انه كان فاكره مجرد متكبر وشايف نفسه على الفاضي، الا انه فعلا قدر يدعم تصرفاته دي بعدها. ده حتى طلع متقن لثلاث تقنيات ارض عالية المستوى. وطبعا يفينج باشا كان لسه واقف على الحلبة وعمال ينادي عشان يشوف لو في متحدين تانيين، وشكله كده ما خدش باله انه لسه عامل منهم بطاطا مشوية دلوقتي. وفي نفس الوقت ده وقدام قاعة زعيم الطائفة بنشوف الخمس طلاب الاساسيين للزعيم مومينج واللي اسمهم زاو تيانيو وتيان تيان وشينج فاي وهاويو. وبعدها بثواني بيطلع الزعيم وبيقول لهم انه جمعهم عشان يعرفهم ان في تلميذ اساسي جديد هينضم لهم قريب جدا. وساعتها بيقعدوا يتكلموا مع بعض على جنب شوية وبيقولوا ان طائفة النجم القطبي من اقوى الطائف في قرية شوانتيان كلها، وعشان كده فاكيد اي حد هينضم لها هيكون عنده موهبة عبقرية ملهاش مثيل. فبيسأل زاو بعدها الزعيم عن الموهبة اللي عند بطلنا، بيرد عليه ومينج وبيقول له فلوس كتير فشخ ملهاش مثيل، فلوس ما بتخلصش يا بيه. فبيستغربوا وبيحسوا بخيبة الامل وبيقولوا ان طائفتهم غنية قوي كده فازاي يعني شخص واحد بس هيقدر يفيدهم. فبيقول لهم عم الحاج يسكتوا دلوقتي وانهم هيفهموا كلامه لما يقابلوا يفينج بنفسهم بعدين، لانه قرر انه هيبعتهم كلهم معاه يقعدوا في طائفة بنته. بس ده هيحصل لما يخلص بطلنا تدريبه في بعض القتال الاول. وبيقول لهم الزعيم يحاولوا يقربوا منه هناك قدر الامكان، لان حتى زبالته اللي بيرميها في الشارع بتبقى بالملايين. وبيكون الزعيم بيفكر هنا في حوار الكلب اللي بيتصرف عليه اكتر منه هو شخصيا، وعشان كده بيبقى واثق ان لو بطلنا حتى عاملهم زي الكلاب فساعتها هيبقوا من اقوى المحاربين لما يكبروا. ده غير كمان انه هيوفر فلوس الموارد اللي بتتصرف عليهم، يعني هيصطاد 5 عصافير بربع حجارة. وبعدها على طول بيقول لهم انه هياخدهم دلوقتي يعرفهم على يفينج، وفي الطريق بيفكرهم بانهم لازم يتعاملوا معاه وكأنه وزير مالية القارة كلها. وبيكون في الوقت ده عيال الطائف شغالين نميمة مع بعض عن حوار جذور الروح الرباعية بتاعت يفينج دي. فبيرمي الزعيم ودنه معاه حرفيا وبيسمعهم بيقولوا انه هزم 200 شخص لوحده، وكمان هو وطلابه بيكونوا عمالين يسمعوا عن مدى قوة يفينج يمين وشمال، لدرجة ان زاو بيسأل الزعيم لو كان متأكد ان الواد ده ضعيف بجد ولا لا. فالزعيم بيقول له انا مالهم انا، الواد غني وفلوسه كتير واي حاجة تانية هتبقى مصلحة لينا. فبيستغربوا من الكلام اللي سامعينه ده، ما هو ازاي هيخليه تلميذ اساسي وهو ما يعرفش حتى مستوى قوته. وبعدها بثواني بيشوفوا الدمار والخراب اللي حصل لحلبة القتال، وبيقولوا ان اكيد الطلاب الداخليين والخارجيين اتخانقوا مع بعض بجد وقلبوها معركة جماعية. ما هو ده الحل الوحيد اللي بيفسر الدمار ده كله يا صاحبي. بس هنا الزعيم بيقرر يسأل سونج على اللي حصل، فالحماس بيملى سونج وبيقول له النهارده ظهرت موهبة اسطورية، موهبة ملهاش مثيل ومش هتتكرر تاني في مليون سنة، والشخص صاحب الموهبة دي يبقى يفينج واللي هزم لوحده 200 شخص من نفس مستوى الفنون القتالية. وطبعا هنا الاعضاء الاساسيين بيترعبوا من اللي سامعينه وما بيبقوش مصدقين. وده بينما كان وومينج بيطلب من سونج تفاصيل اكتر عن اللي حصل. وبعد دقيقتين من الشرح السريع لمغني الراب سونج بيبدأ يفتكر وومينج كلام بنته واللي قالت له ان بحر الروح عند يفينج اكبر من اللي عندها ب20 ضعف. وطبعا وبما ان عم الحاج عارف ان بحر الروح بتاع بنته اصلا 20 ضعف الطالب العادي، وكمان وبما ان 20 في 20 بيساوي 400، يبقى يفينج بقوة 400 طالب من نفس المستوى دلوقتي. بس افكاره بتنقطع بصوت عياط تيان تيان، وكمان بقية الطلاب الاساسيين واللي بيبقوا متضايقين وفاكرين الزعيم كان بيحاول يضحك عليهم ويضايقهم. وفي الوقت ده بدأ زاو يسأل سونج عن مكان يفينج، وبمجرد ما قال له سونج على مكانه بنكتشف ان بقية الطلاب كانوا بيتصنطوا عليه وسمعوا عن مكانه. وعشان كده طرف ساعتها من جنب الزعيم اللي مكسوف من جهله، وانطلقوا بسرعة في طريقهم عشان يروحوا يزوروا الغني القوي المبذر الاعظم يفينج. ولما سونج شافهم مهتمين بيه سأل الزعيم لو كان هياخد يفينج كتلميذ اساسي سادس.
رد عليه الزعيم وقال له انه هيعمل كده فعلا، ونبهه ما يقولش اي حاجة عن قوة ييفينج قدام شيوخ الطائفة الكبار عشان ما يحاولوش ياخدوه كتلميذ مباشر ويخلوه يسيب بنته. فسونج بيقول له انا حتى لو ما فتحتش بقي بكلمة فالطائفة كلها بتتكلم عليه واكيد الشيوخ كلهم عرفوه، وعشان كده بيستسلم مومينج للامر الواقع وبيقول له انه كده هيسيب ليفينج الاختيار وخلاص. وطبعا في الوقت ده كان بطلنا قاعد يغني ويتشمس لحد ما قطع افكاره صوت ناس بتجري عليه بسرعه، فاتفزع ييفينج وقال لهم بالراحه يا جدعان في ايه بس، ما هو شايف ناس بتطير ناحيته مش بتجري حتى عليه. ولما وصلوا عنده حوطوه من كل الجهات وبداوا يعرفوا عن نفسهم وعن انهم يبقوا اعضاء اساسيين في طائفه النجم القطبي برضه. وساعتها بطلنا استغرب وقال لهم هو مش انا المفروض التلميذ المباشر الوحيد شوي ولا انتوا انضمتوا لها انتوا كمان؟ مش فاهم اي حاجه. ولكن بعد شويه كلام وشرح منهم فهم بطلنا انه كده بقى عنده هويه مزدوجه، وان الجانب كونه تلميذ مباشر لشينشوي فهو كمان دلوقتي بقى التلميذ الاساسي لطائفه النجم القطبي، وعلى طول بيسال النظام لو ممكن يدي شويه هدايا لاخواته الجداد بمناسبه اول لقاء ليهم. وفعلا فالنظام بيوافق على انه يدي لكل واحد منهم 100,000 حجر روحي على المستوى. وعلى الرغم من ان بطلنا بيترعش من الحماس عشان النقط اللي هياخدها دلوقتي دي، إلا إن بقية الطلبة كانوا فاكرينه مخضوض من قوتهم ورتبتهم في الطائفة. وبعدها بطلنا بيخرج أخيرا عن أفكاره وبيقول لهم لازم أديكوا هدية النهاردة بمناسبة مقابلتنا، وبيدي لكل واحد فيهم خاتم أبعاد مليان يا صاحبي مليان. فبيبدأوا على طول يشوفوا العلبة دي فيها فيل ولا ما فيهاش، وبيكتشفوا ساعتها إن فيها 100,000 فيل روحي عالي المستوى، قصدي حجر روحي عالي المستوى. وساعتها بيبصوا له بإحراج لأنهم حاسين انهم هم اللي المفروض يدوله هديه مش العكس، بس بيفتكروا ساعتها كلام عمه مينج لما كان بيقول لهم فشخ غني وغني فشخ وفلوس امه ما بتخلصش. ودي كانت ذكرياتهم عن كلام الزعيم على طول قبل ما بطلنا بيحصل على مكافآت من النظام، واللي بتكون 200 نقطة تبذير و100 حبة تنوير. وحبوب التنوير دي بتستخدمها لما بتوصل لطريق مسدود في مستوى فنونك القتالية وما بتبقاش عارف تخترق للمستوى التالي، وساعتها بيجي دور الحبوب دي واللي بتكسر الحاجز وتخليك تخترق بكل سهولة. وعلى طول بطلنا ما بيستناش وبيوزع على كل واحد من الطلاب دول حباية. وقتها بيبقوا الطلاب مش مستوعبين اللي بيحصل وبيسألوه عن ماهية الحبوب دي، ولما بيقول لهم ان اسمها حبوب التنوير بيستغربوا وبيسألوه لو كان يقصد انها هتدخلهم في مرحلة التنوير، فوضح لهم انها هتعمل كده فعلا، بس مش هيبقى قدامهم غير 20 دقيقة بس، ولازم يلحقوا يستغلوا الوقت ده عشان يخترقوا اكبر عدد من المستويات. وبالفعل بيبدأوا يتناولوا الحبوب دي مع انهم مش فاهمين اي حاجة، وبيقولوا انه مش هيستفيد اي حاجة كده لو حاول يخدعهم. وفي ثواني بالفعل بيدخلوا في تأمل اجباري، ولكن ضوء التنوير بيبقى مغطي المنطقة كلها اللي هم فيها. وساعتها بيوصل الزعيم وبيقول له بطلنا ما يعليش صوته دلوقتي، فبيسألوا مين هم بيتأملوا في نص الشارع كده ليه. بيرد عليه بطلنا وبيقول له انه ادالهم حبوب التنوير، فالزعيم بيقول له ما تجيب حبايه انا كمان يا صاحبي، فبيدي له بطلنا ساعتها 5 حبوب وبيقول له كفايه عليك دول عشان اعرف اكل الكلب بقى. فالزعيم بينفجر من الغضب وبيقول له كل حاجه الكلب يا عم انت، ما تعتبرنا احنا كمان كلاب وتاكلنا بقى يا عم ايلون ماسك. وعلى الرغم من ان بطلنا عارف انه كده مش هيكسب نقط تبذير كتير لو خلص الحبوب لانهم هديه من النظام، الا انه كان عشمان يفتح مهمه مخفيه من كتر التبذير ولا حاجه. بس العجوز قطع تفكيره وقال له انه مستعد يشتري منه كل الكميه اللي معاه بالسعر اللي يحبه. فبطلنا قال له الصراحه وجهه نظرك تحترم بكل حاجه، بس طلاق 3 لاكل الكلب لحد ما يشبع. ولكن طبعا كان رد الكلب الحي بس انا يا اسطى مش عايز اشبع يا اسطى، كفايه ارجوك. المهم بيبدأ بعدها الزعيم يقول له يستعد كويس عشان يقابل الشيوخ الكبار، وده لان ممكن حد منهم يحاول يقنعه يبقى تلميذ مباشر ليه. وبالفعل بنروح لورا جبل الطائفة وتحديدا جوه كهف العزلة، وجواه بنشوف شيوخ الطائفة ال5 قاعدين بيتأملوا. وطبعا بطلنا والزعيم بيحييهم باحترام كامل وبيعرفهم الزعيم على ييفينج. فبيقول الشيخ الاول لو تيان شينج انه سمع انه حارب اكتر من 200 طالب من نفس المرحلة
على ويكسبهم وانه عنده جذور روحية رباعية كمان. وبنشوف بقيتهم وهم جيانج والشيخ كاو مين فينج وشينج شينج في، واخرهم خالص تشو يون شين. وطبعا كالمعتاد الشيوخ بيحوطوه باين كده دي عادة عند الناس دول، وبيبدأ جيانج وتشو يفحصوه بيلاحظوا انه عنده بحر روحي واسع وغريب، إلا إن لو بيكون متفاجئ ومندهش من اللي شافوه، وده اللي بيخليه يصرخ ويقول هو ازاي فينج ما عندوش جذور روحية. وطبعا كلامه بيخلي الشيوخ ينفعلوا ويصرخوا بصوت عالي هم كمان، ما هو ازاي طاقة الكي بتدور في جسمه أصلا ومناطق الشاكرا كلها مقفولة، وكمان فازاي قدر يفتح البحر الروحي بتاعه ويتأمل من الأساس. فبيقول لهم بطلنا إنه ما يعرفش يوصف لهم اللي عنده بالظبط، ولكن لما بيفكر في الموضوع بيبدأ يوريهم ان طاقة الكي متناغمة في جسمه بشكل كامل، لدرجة انه حتى يقدر يتلاعب بالطاقة دي ويستخدم 4 عناصر مختلفين لحد دلوقتي. وطبعا الشيوخ بيكونوا في حالة ذهول من كلامه ده، ما هو بعد العمر ده كله فدي اول مرة يشوفوا الحالة النادرة دي. وفي الوقت ده بيسأل بطلنا النظام لو كان ممكن يدي لكل واحد من الشيوخ 1,000,000 حجر روحي عالي مستواه، فالنظام بيقول له ساعتها اشباك يا الطعمية، هدول شيوخ الطايفة يا البزر انت، لا تكون بخيل يا وجه البورصة. فبطلنا بيقول له خلاص يا كبسة خليهم 10 مليون حجر روحي لكل واحد وما تزعلش. وساعتها النظام بيديله الاوكي. ومن هنا بدأ بطلنا يلاحظ مدى اهمية الناس اللي واقفين قدامه دول، وعشان كده راح قدم لهم خواتم الابعاد وهو بيكلمهم باحترام اكتر حتى من الاول. فبيستغربوا ان مجرد طالب بيحاول يقدم لهم هم كشيوخ الطائفة هدية، الا انهم بيقبلوها بعدها لما بيلاقوا المبلغ ده كله جواها. وهم سرحانين بيفكروا في مدى الغناء الفاحش للواد ده، بيقطعهم ومينج الخبيث وبيقول لهم أنا سمعت إنكم وصلتوا لحارة سد في مستوى فنونكم القتالية من عشرات السنين. وبيديهم بعدها ال5 حبوب تنوير اللي كان واخدهم من بطلنا قبل كده. فبيستغربوا من اسم الحبوب اللي أول مرة يسمعوا عنها في حياتهم دي. وده في نفس الوقت اللي بطلنا بدأ يلاحظ اللي الزعيم الخبيث بيحاول يعمله معاه، ولكن المشايخ بيجربوا الحبوب وبيبدأوا يتأملوا وسط ضوء التنوير. وبعد 20 دقيقة كاملين من التأمل بيبدأ له يقول إنه حرفيا شوية كمان وكان هيخترق. وبنلاحظ كمان ان ده نفس الحال بالنسبة للشيوخ الباقيين كلهم، وعشان كده بيسألوا بطلنا باقي معاه كام حباية من حبوب التنوير دول. وطبعا هنا ابن الغدارة ومينج بيكمل خطته وبيقول لهم انه متأكد ان يفينج لسه معاه شوية كمان ولكنه ما يعرفش قد ايه. وبيكمل بان يفينج مش هيرضى يديلهم الحبوب دي لانه هيأكلها للكلب بتاعه. فبينفعلوا الشيوخ كلهم وما بيصدقوش اللي سامعينه وبيقولوا كلب مين وفين ازاي يعني. وبعدها بيتدخل له بيقول ان قواعد الطائفة بتجبرهم ما يتنمروش على حد اضعف منهم، وبما ان الحبوب دي بتاعته فليه حرية التصرف فيهم، ولكن مع كده ما ينفعش يديهم للكلب مهما حصل. بيرد عليهم بطلنا العبيط وبيقول لهم انه لسه معاه 90 حباية كاملين، وعشان كده فهو ناوي يدي للكلب بس 40 حباية. وساعتها لو بيقول له مينج هو انت مش ناوي تتدخل بقى يا عم زعيم الطائفة انت؟ فمينج بيقول له ان يفينج ده عيل عاق وبيغسل رجله في عشبة الاحياء حتى، ده غير انه بياكل الكلب بتاعه شظايا السيف اللامتناهي، وانه حاول يكلمه قبل كده كتير وينصحه بس مفيش اي فايدة. وطبعا فلول غلبان انجلط من اللي سمعه دلوقتي ده. وبعد شوية من الموقف ده قدر له يتملك اعصابه وبدأ يكلم بطلنا ونصحه انه لازم يشيل الحبوب دي لنفسه وما يديش منها للكلب ابدا. فاستغرب ساعتها يفينج من العالم الغريب ده، ما هو شايف ان الناس كلها بتعامله بلطف على الرغم من ان كل الروايات اللي قراها قبل كده كان فيها اللي معاه كنز بيتضرب على التوتة بتاعته وبيتاخد منه الكنز بالعافية. ده غير ان زعيمة طائفتهم صرف الدم قلبها عشان تجيب لهم حبيتين قبل كده، واللي عم باي بيتعامل معاه كأنه صاحبه. ده حتى لما مسك عيال الطائفة دي مسح بيهم الارض كلها على حلبة القتال وعجبوا بيه في الاخر وبدأوا ياخدوه كقدوة ليهم. وحتى دلوقتي زعيم وشيوخ الطائفة بيكلموه بس وبينصحوه ومش راضين يجبروه يعمل
حاجة هو مش عايزها. وللسبب ده فبطلنا بيكون مبسوط انه انضم لطائفة فيها ناس كويسة زي دول، وعشان كده بيقرر بعدها يديلهم 70 حباية تنوير من اصل 90، ولكنه بيقول لهم يسيبوه يتصرف بقى زي ما يحب في الحبوب الباقية. ويعمل كده لانه ادرك ان الطائفة دي هتحميه في المستقبل، وعشان كده فهو مش هيدخر اي جهد في مساعدتهم انهم يبقوا الاقوى في القارة كلها. وبالفعل بيوافقوا شيوخ الطائفة طبعا على كلامه وبيشكروه، وبيقول له للزعيم بعدها كمان انه من هنا ورايح مش مسموح له يعاقب يفينج ابدا طالما مش هيكسر قواعد اجدادهم. وطبعا عمو مينج بيوافق من غير اي اعتراضات، وبيودعوهم بعدها شيوخ الطائفة وبيمشوا من المكان. الا ان بعدها ومينج بيقول لنفسه انه مستحيل يعمل مطبعة الفلوس يفينج ده بشكل وحش حتى لو محدش قاله. وبعدها على طول بيرمي بطلنا بجوهرة الحرير الذهبي عشان يلفت نظر الكل، وده لانه عايز يفضل معاه حاجة الشيوخ عايزينها. ما هو بكده بس هتفضل قيمته عالية في الطائفة. وفعلا الشيخ تشو بيتفاجئ لما بيشوف الكنز ده، وكمان هو مينج بينفعل وبيقول له انت مش كنت قايل قبل كده انها مش معاك يا انت؟ الا ان تشو بيقرب منه باسرع ما يمكن وبيقول له انه مستعد يدفع اي مبلغ ثمن الجوهره دي لانه خيميائي. بيرد عليه بطلنا بكل برود وبيقول له معلش يا اسطى مش هينفع عشان هعمل بيها حمام خارجي. وكده فتشو انجلط طبعا، ونجح بطلنا يجلط 2 منهم لحد دلوقتي وباقي 3. وعلى الرغم من ان تشو بيتحايل عليه يديله الجوهره الا ان بطلنا راسه مليون سيف، وبيقول له انه لما يجمع عدد كافي يعمل بيه الحمام هيبقى يديله زيادة ساعتها. فبيستغرب تشو بيقول له انت تقصد انك تقدر تجمع تاني منها؟ ولما بطلنا قال له انه يقدر فعلا سابوه تشو يعمل اللي يحبه ومشي وهو فرحان. فاستغربوا القادة وسألوا له انت كويس يا اسطى ولا ايه اللي حصل لك بالظبط؟ الا ان ساعتها تشو جمعهم كلهم عشان يقول لهم على خطة الفريق، وقال لهم انه بما ان الجوهرة دي كده كده بتستخدم عشان تسهل عملية الصعود، وده عن طريق امتصاص طاقة الصعقة اللي هتضرب أجسامهم أثناء اختبار الصعود ده، فليه يرضوا بجوهرة واحدة وهم ممكن يبقوا يخشوا الحمام بتاع يفينج يخترقوا فيه؟ ما هو الحمام كله هيبقى معمول من الجوهرة دي، يعني حماية كاملة من الصواعق وببلاش كمان. وساعتها بطلنا بيجيله إحساس داخلي كده وكأن حد بيستغفله. وبعدها ب10 دقايق بدأ الشيخ الأكبر له يقول للزعيم إنه لازم يجمع كل الطلاب اللي من نفس مرحلة بطلنا في القوة ويبعتهم معاه جوه البعد القتالي عشان يحموا مطبعة الفلوس بتاعتهم. بس يفينج قال لهم ساعتها انه واثق انه مش هيحتاج حماية وانه قوته اكتر من كافية عشان يحمي نفسه جوه البعد القتالي. فبيبدأ الشيخ الاكبر يفكر في كلامه على الرغم من محاولة ومينج انه يعترض، إلا إن بطلنا عمل نفسه بيعيط وقال له إنه لو بعت معاه ناس كتيرة فمستواه مش هيتحسن نهائيا. وبالفعل اضطر الشيخ إنه يوافق إنه يروح لوحده، وكان بطلنا مطمن إن محدش يقدر يقتله كده كده لأن النظام بيوفر له فريق حماية قوي جدا لو حياته تعرضت لأي خطر. وبعد ما خلص بطلنا الاجتماع ورجع أوضته لقى الطلاب الأساسيين مستنينه هناك، فاستغرب وسألهم إذا كانوا لسه في المكان من ساعة ما ادالهم حبوب التنوير، ولكنهم اتجاهلوا سؤاله وقالوا له معاك يا اسطى من الصنف اللي اديتنا منه ده تاني ولا ايه الكلام؟ فيفينج قال لهم انا لسه متقلب جوه في 70 حبايه ومش باقي معايا غير شويه على قديه، ولكن شنفيه حاولت تقول له مياو يا اسطى مياو ما تجيب شويه مياو. رد عليها بطلنا بان ال20 حبايه الباقيين محجوزين للكلب بتاعه. وساعتها افتكروا كلام الزعيم واللي فضل يرن في دماغهم غني فشخ وغني بزيادة. ولكن بعدها بيتقبلوا الموضوع، والشنفاي بتقول لتيانيو ان بطلنا كان كريم كفايه انه يديهم واحده من الحبوب دي قبل كده، وزو بيقول انهم لازم ما يضغطوش عليه كمان. فبطلنا بيقول لهم انت عبيط يا اسطى انت وهو وهي وهما ما الشيوخ معاهم 70 حبايه بحالهم، يعني اكيد هيدوها لاهم ناس في الطائفه، ومين في الطائفه بقى هيكون اهم من الطلاب الاساسيين يعني. وفي نفس الثانيه كانوا ال5 دول طاروا واتجهوا لهناك باقصى ما عندهم من سرعه، الا ان زو كان كاريزما وجامد ومرضيش يخرج معاهم من الباب، وعشان كده طلع خرم له السقف وخرج خروج رايق يسبب الحرائق.
ولكن طبعا الحرايق دي لو كان بطلنا معهوش فلوس. انما اللي قدامنا ده استاذ ييفينج المبذر الاعظم، واللي بيكون ماسك في ايده كاس نبيذ غالي لدرجة ان النظام كان بيسأله انت جبته منين ده يا اسطى؟ بس بطلنا بيتجاهل سؤاله وبيقول له خد هنا صحيح يا عم النظام، هو انا مش لسه مدي لكل شيخ 10 مليون حجر روحي؟ فين الجوائز بقى يا انت ياض؟ فالنظام بيقول له يا عم روح العب بعيد كده، بس ده الشيوخ اصلا ناويين يرجعوا لك الفلوس اللي خدوها منك تاني، فازاي هكافئك انا بقى؟ كبروا هيسوا كبروا خرفوا، دي فلوس ببلاش يا ناس ببلاش. وده كان كلام بطلنا المتعصب للنظام، وفي نفس الوقت ده كان واحد من المخرفين داخل من الباب وراه، واتضح ان المخرف له بعدها، والعجوز ده كان حاسس ان شكله بنطلون بعد اللي سمع بطلنا بيقولوا عليه، ولكنه ما حبش يكبر الموضوع ولا يتكلم عنه من الاساس، الا طبعا ان ييفينج كان ملاحظ المصيبة اللي عملها دلوقتي دي، وعشان كده حاول يغير الموضوع بسرعة وقال له انت مش جاي ترجع الاحجار يا اسطى صح؟ بس العجوز بيعمل نفسه ما سمعش كلامه، وبيقول له ان طائفة النجم القطبي مش محتاجة لكمية الاحجار دي دلوقتي خالص. فبطلنا بيقول له ارجوك ما تكملش، الاحجار دي مش هترجع يعني مش هترجع، وبيقول له كمان ان كل الاحجار الروحية اللي بتملكها الطائفة لو اتحطت على بعضها مش هتعدي حتى مصروف جيبه من الاساس، وعشان كده فلو احتاجوا فلوس من هنا ورايح فهو هيديهم كل اللي يحبوه. فبيستغرب العجوز ولكنه بيسأله لو كان معاه بلورات روحية بدل الأحجار الروحية. ساعتها ييفينج سأله بتاعت ايه البلورات دي، ووضح له الزعيم ان دي تبقى بلورات بيتم استخدامها في امداد التشكيلة الدفاعية بتاعت الطائفة بالطاقة، وبيقول له ان البلورات اللي عندهم قربت تخلص، وعشان كده فالزعيم قلقان على الطائفة. فعلى الرغم من ان طائفة النجم القطبي تبقى واحدة من اقوى الطوائف في قارة شوانتيان كلها، الا انها ضخمة جدا وليها اعداء كتير قوي، والاعداء دول قوتهم زادت بشكل كبير جدا في الكام الف سنة اللي فاتوا، وعشان كده فلو التشكيلة او المصفوفة الدفاعية اتقفلت في اي وقت فمش بعيد الاعداء دول يبدأوا يهاجموهم على طول. وبينما كان العجوز غرقان في افكاره، كان بطلنا بيسأل النظام لو يقدر يدي للطائفة بتاعته 10 مليار بلورة روحية عالية المستوى، فالنظام رد عليه بانه هيشتمه بافظع الشتايم لو استفزوا بالطريقة دي. ما هو 10 مليار دول لو فضلوا يستخدموا فيهم مئات السنين مش هيخلصوا برضو، وعشان كده بيوضح له النظام ان اخره 100 مليون بلورة روحية ويبقى عمل معاه تمام كده. فبيتعصب عليه بطلنا وبيقول له يعني ايه يعني البخل ده يا جحش انت ما تبحبحها شوي، الا ان النظام بيقول له ده اللي عندي يا طعمية. وعلى الرغم من ان بطلنا ما استفادش اي حاجة من محاولته في مساومة النظام، الا انه خد باله انه يقدر يساومه بعد كده في الحاجات المستقبلية. وبعدها بيقول النظام يطلع بقى بال100 مليون بلورة روحية دلوقتي ويخلص. وفي الوقت اللي كان بطلنا بيعمل فيه حركات غريبة، كان له واقف وبيقول ان بطلنا اكيد معوش بلورات من دي، ما هي البلورات دي مش بتتلاقى غير في البعد القتالي اصلا. الا انه بيتفاجئ بييفينج بيقرب منه وبيقول له خد يا اسطى 100 مليون بلورة يا اسطى اهي. 100 مليون بجد مرة واحدة يا اسطى؟ طبعا ده كان كلام العجوز، واللي حاول يهدى بعدها ويقول انه اكيد خرف وشكله كبر في السن، بس بطلنا بيوضح له ان اللي سمعه كان حقيقي. فبيستغرب العجوز الغلبان وبيقول انهم حتى لو باعوا كل حاجة في الطائفة بما فيهم البنطلون اللي عليه فمش هيقدروا برضه يجيبوا الكمية دي من البلورات. بس لما بيستخدم بعدها الكي عشان يفحص ايه اللي جوه خاتم التخزين الروحي بالظبط، بيتفزع وما بيبقاش مصدق اللي قدامه ده، ما هو شايف جبال وتلال وهضاب وزلازل وبراكين من البلورات الروحية قدامه. وبعدها بيكافئ النظام بطلنا ب500 نقطة تبذير، ده غير كمان انه بيديله كتاب الدليل السري لطريقة عمل النسخة المحسنة من تشكيلة السيف ب9 نجوم. وبينما كان بطلنا واقف وبيسأل نفسه هي ايه التقنية السرية دي، كان العجوز بينادي عليه وبيقول له انت متأكد انك هتسلمنا الكمية دي كلها
يا ابني انت. طبعا هنا بطلنا بيفرد نفسه، بيقول له انه فاهم هو بيعمل ايه كويس، وكمان بيطلب منه يسيب التشكيل الدفاعي مفتوح على طول، وبيعرفوا انه هيمدهم بالعدد اللي يحبوه من البلورات الروحية كل ما الكمية اللي معاهم تخلص، وده لان مجرد 100 مليون بلورة روحية بالنسبة له ملهمش اي لازمة. فالعجوز بيعيط من الفرحة وما بيبقاش مصدق نفسه، وبيقول انه كده هيقدر يخلي تشكيل السيف ابو 9 نجوم مفتوح بشكل مستمر بداية من اليوم. فايفنج بيستغرب وبيقول ان الاسم ده شكل اسم الدليل السري اللي لسه واخده من النظام دلوقتي حالا. فبيطلع الدليل ده وبيسأل الشيخ لو كان يعرف الكتاب ده بتاع ايه بالظبط، ولما بيبص الشيخ له في الكتاب بيبدأ يترعش من اللي فيه، وده لانه يبقى النسخة المحسنة من التشكيلة الدفاعية بتاعت الطائفة الحالية. وطبعا فالنسخة دي بتستهلك كمية اكبر من البلورات الروحية، ولكن قوتها تبقى 10 اضعاف قوة التشكيل العادي. ولما بطلنا بيحس انه بيبص له بص جبتها منين، بيقول له ارجوك ما تسألنيش يا عم لو، عشان الموضوع مش ناقص تعقيدات يا معلم. وطبعا فلو بيقول له اللي تشوفه سعادة حضرة معاليك يا باشا. وبيفاجئه كمان بعدها وبيخرج من معاه شارة شيخ شرفي للطائفة وبيعرض عليه المنصب ده. فبطلنا بيستغرب وبيقول له انت بتكلمني انا يا معلم قصدي يا كبير، الا ان لو بيقول له ما يغيرش الموضوع وانه من هنا ورايح هيبقى في نفس رتبة شيوخ الطائفة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الحكاية هدينا لايك وادعمنا باشتراك، واستنى الحلقة الجاية من مجرة الأنمي، دايما عندنا الجديد. سلام.